بس مش عايزة كده الريكورد بدأ، نقدر ان احنا نبدأ حالا. طيب. عايزة اعرفكم احنا النهاردة وبكرة هنعمل ايه، لانه هما تو سيشنز بيكملوا بعض. وعايزة اعرفكم عليا وعايزة اتعرف عليكم، وبعد كده هنبدأ بإذن الله في الكونتنت اللي احنا محضرينه النهاردة. وربنا يكرمنا كده ونخلص في وقت كويس، ما نتأخرش. احنا ان شاء الله خلال ساعة ونص، بالكتير قوي يعني ساعتين، نكون خلصنا الكونتنت بتاع النهاردة. وبكرة نكمل. تمام. طيب. أول حاجة، الكلام اللي كان بيتقال قبل يعني قبل ما الناس كلها كانت تجمع، يعني كان بس انستراكشن بسيط. الصوت تمام، شكرا جدا. كام انستراكشن بسيط بس كده، عشان مش رخامة ولا رزالة. الفكرة بس انتوا لما العدد في الميتنج او في اي سيشن بيكون شوية زيادة، تنظيم السيشن بيكون يعني مش اقل اهميه من الكونتنت اللي بيتقال، لانه لو الكونتنت كويس ومفيد ومهم وجديد وحاجه فانتاستيك خالص، ولكن تنظيم السيشن مش احسن حاجه، فانا مش عارف اسمع، او انا في حد بيقاطعني، او في ناس بتتكلم وانا مش قادر ان انا اركز، انا مش هستفيد. خلاص. فساعدوني، احنا كده كده كل مره انا بعمل نفس الحاجه، ومن ضمن الفيدباك الايجابي اللي بيجي لي كل مره انه السيشن بتاعتك منظمه. خلاص. فما تقلقوش، اي حد عايز يقول حاجه هيقولها باذن الله. بس الفكره ان احنا بس نقسم وقتنا، في وقت ان احنا بنشرح وبنسمع، وفي وقت تاني ان احنا بنتناقش، يعني 1 2 كده، انا بتكلم وانت بتتكلم وانت بتتكلمي، بنتكلم سوا. وفي وقت تالت، لا، سؤال واجابه. اوكي. طيب، فالمايكات كلها مقفوله علشان في ناس بتفتح المايك بالغلط. تمام، عشان ده ما يعني ده ما يأثرش علينا. والاهم من المايكات، الفيديو مقفول برضو. انا من الهوست كده قافله انه حد يفتح الكاميرا، لانه حصلت قبل كده والكاميرا بتاعت بنوته اتفتحت بالغلط والريكورد باظ، وما عرفتش انزل السيشن على يوتيوب. ده يا ربي، ده كان بعد ما نزلتها يوتيوب. قالت لي معلش، في الدقيقه رقم 17 و3 ثواني انا ظهرت بشعري، معلش تمسحي الفيديو كله بعد ما جاب 3000 3000 فيو تقريبا. فحرام عليهم يعني بصراحه. فانا قفلت الفيديوهات، حرمت خلاص. طيب. تعالوا الأول. يعني ما عنديش فكرة بصراحة لو حد فيكم يعرفني، ولكن غالبا ما حدش فيكم يعرفني. فأنا سلمى الحسن الحكيم. وأنا حد بيحب اسمه جدا بصراحة، يعني معلش يعني في مين حد عنده في اسمه مرتين؟ يعني حقي أحب اسمي. تمام. أنا اتخرجت من كمبيوتر ساينس جامعة بنها. فأنا من بنها، مش عاملة نفسي من بنها. و يعني إلى حد ما، يعني ماشي، انت جايه النهارده تكلمينا عن فريلانسنج وسوفت سكيلز بتاعت الفريلانسنج وبتاع، وانت اصلا خريجه كمبيوتر ساينس، فاقول لك لانه مش لازم مش لازم خالص ان انا ادخل كلية معينة فاكمل في نفس الحاجة وامشي في خط واحد ما بيتحركش. حاولت ان انا اكتشف نفسي شوية، فرقت كتير، رحت وجيت وطلعت ونزلت وبهدلت الدنيا لغاية ما انا معاكم النهاردة بعمل حاجة انا بحبها جدا 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 جدا. تعتبر شغفي يعني، الا وهي ان انا بتكلم في حاجة انا بحب اتكلم فيها. وبفيد ناس يمكن أصغر يمكن أكبر يمكن قدي. كلنا اخوات وزمايل وبنفيد بعض. فدي أكتر حاجة أنا بحب أعملها، ومهما أعملها ما بزهقش. اشتغلت في شركة في القاهرة، يعني بري سيلز انجينير. وكمان اشتغلت كانستراكتور في كذا اكاديمي بلس رواد مصر الرقميه واشبال مصر الرقميه، لو تعرفوا المبادرات دي تبع وزاره الاتصالات. فانا على مدار 4 راوند تقريبا، دي الراوند الرابعه، ان انا بمسك التراك كله من النون تكنيكال تراك كله. فارس في اشبال عاش جدا. انا بقى في رواد، اللي هم الناس الاكبر شويه، من اول المبادره خالص لغايه الاخر 6 شهور تقريبا المبادره. ومعاكم النهارده. يعني انا انبسطت جدا لما شباب بتساعد شباب بتواصلوا معايا. انا الكوميونتي ده انا بسمع عنه بقالي فتره كبيره. ما شاء الله عليهم على التنظيم والافاده اللي بيعملوها، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه بجد تشرف جدا وقيمه جدا، وحاجه بسم الله ما شاء الله. فانا اللي ليا الشرف ان انا معاكم النهارده. تمام. آم، دي نبذة بسيطة كده عن سلمى، وسلمى اسمها ايه، واتخرجت امتى، وفين، وبتحب ايه، وجاية تعمل ايه النهاردة. طيب.
تعالوا نتعرف عليكم، ولكن انا لو سألت حد بقى انت مين وبتعمل ايه وجيت منين وكده، ممكن نخلص السيشن بكرة. فتعالوا نتعرف على بعض بشكل بسيط شوية. ممكن اللي في كلية يريز هاند. كل الناس اللي في كليات تريز هاند. أي فرقة بقى في الكلية، أولى تانية تالتة رابعة خمسة سبعة أي حاجة. أوكي. أوكي. 26. في حد رجع في كلامه تقريبا، نزل ثانوي. 30. لا، اللي في كلية، اللي لسه ما اتخرجش. أوكي. احنا تقريبا بنتكلم في 30. انا مستغربه ان في حد يعني كان 31 رجعنا 30. انا مش فاهمه ده رجع ثانوي ولا ايه بجد. بس ماشي يعني. طيب ممكن كلنا ننزل الهاند بتاعتنا بسرعه بسرعه، نرجع زيرو تاني. بسرعه بسرعه بسرعه. حلو خالص. حلو خالص. طيب اللي متخرج نريز هاند بقى. بسم الله ما شاء الله. اوكي. 16. ها، في حد تاني متخرج من اي كليه؟ ماشي، بنتكلم في حوالي أقل من 20 أو كده. ماشي. طيب يبقى احنا كده 20 و30 50. في فاضل يعني فاضل 50 تاني. هل دول تحت الكلية؟ غالبا تحت الكلية، فننزل الهاندز تاني كلنا. كله ينزل الهاندز بتاعته. كله ينزل الهاندز بتاعته. عاش. طيب اللي تحت الكلية لسه ما دخلش كلية، ايدينا فوق. شكلهم هم دول الأغلبية. آه طيب هل في تاني حد قبل الكلية؟ 30 برضو. طيب هو في ناس ما هي مش في المدرسة ولا في الكلية ولا متخرجة، فدول تقريبا في ابتدائي دول ولا ايه؟ لا مش عارفة أنا. يعني دول فين دول؟ طيب انتوا واعيين مننا فين؟ ماشي. هعتبر ان هم مش عارفين الريز هاند فين، يعني انا ما عنديش اي تفسير غير ده. ماشي. ما فيش مشكلة اذا تقريبا. احنا ما شاء الله ما شاء الله يعني. يا رب حميد يكون بيهزر. يا رب حميد يكون بيهزر. طيب اللي احنا تقريبا خلاص يعني في ناس صغيرين ما شاء الله. اولى اعدادي حلو خالص. في ناس صغيرة وفي ناس في كلية وفي ناس متخرجين. فزي ما كنت بقول يعني في ناس من كل الفئات العمرية يعني، فدي حلوة خالص زي الفل. طيب عموما. عموما احنا ال- اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده مش مرتبط قوي بفئة عمرية معينة. خلاص. لانه يعني الفريلانسنج ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده، زي ده يعني ده اللي معمول كده شير سكرين قدامكم اهو. ايه هو الفريلانسنج؟ او احنا جايين نتكلم النهارده عن الفريلانسنج. فالفريلانسنج مش مرتبط قوي بسن. فانت ممكن تكون شغال فريلانسر وانت قبل الكلية، وممكن تكون في الكلية، وممكن تكون متخرج، ممكن تكون كبير، ممكن تكون حاجة و40 او حاجة و50 سنة وبتشتغل از فريلانسر. اوكي. طيب ايه هو بقى الفريلانسنج وازاي وليه واشمعنى ولازم ولا مش لازم، وانا انفع ولا ما انفعش؟ طب اعمل ايه عشان اكون فريلانسر؟ طب هقبض بالدولار بق امتى؟ ولا بكره ولا بعد ولا الاسبوع الجاي ولا ايه؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده. تمام. طيب يلا بينا. اه معلش، ممكن كل اللي رافع ايده ينزلها. في 8 اشخاص رافعين ايديهم. ايديكم ما وجعتكوش؟ نزلوها بسرعه. يلا حنين وسما وعبد الرحمن. لا يا دعاء ما بدأناش، انا يا دوب بس عرفتهم عليا وخلاص. مش مشكلة مش مشكلة. اوكي. طيب انا هروح تاني اهو للبرزنتيشن. What is freelancing؟ وانا هنا محتاجة اسمع شوية. فانا عايزة اعرف من الناس اللي قدامي ايه هو تعريفهم للفريلانسنج. اللي عايز يتكلم يعمل ريز هاند،
واللي عايز يكتب يكتب في الشات. انا هفتح الشات اشوف المسج اللي انتوا باعتينها او الردود اللي انتوا كاتبينها، واللي عايز يتكلم وده احلى واحلى يعمل ريز هاند. شكرا يا مريم. العمل الحر، مريم جابت من الاخر، زينب جابت من الاخر. طيب انا عايزه اسمع اروى. اروى هاني، ممكن ثواني كده، ممكن نفتح المايك لاروى يا شباب؟ اروى اول ما ما المايك بتاعك يتفتح قولي لي. اتمنى اروى تكون عارفه تتكلم. طيب هي اروى اهي، المفروض ان احنا نخليها تتكلم. طب ايه المشكله؟ طب انا هقول لكم على حاجه، بما انه موضوع المايك ده ممكن ياخد مننا وقت، فانا هجرب ويا رب، ويا رب ما ندمش. تمام، انه انا افتح المايكات بحيث ان احنا نتكلم على طول، ولكن وانس ان احنا لقينا ناس بتفتح المايك بتتكلم من غير ما يكون ده وقت الكلام، سوري سوري، هنضطر ان احنا نرجع نقفل المايكس تاني علشان مصلحتكم، مصلحتكم انتوا. تمام، انا مش عايزه اتاخر النهارده. اوكي، فانا هشيل الميوت، ولكن نرجع نفضل ميوتد. اوكي، انا بالظبط 5 دقايق وهاخد بريك 10 دقايق للصلاة. طيب كده المايكات تقدر، يعني ممكن ان احنا نفتحها. فاروى ممكن تفتحي المايك وتكلميني. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله، عاش من سمع صوتك يا اروى. تسلميلي. قولي لي ايه الفريلانسنج بالنسبه لك؟ يعني ايه؟ يعني إيه؟ بيقول ايه ده ولا ايه أم، المعنى؟ اوكي، الفريلانسنج بالعربي هو العمل الحر زي ما زينب ومريم قالوا. تمام. المعنى ان احنا يعني يبقى عندنا مثلا سكيل او سيرفيس معينة نقدر نقدمها للناس او سي لشركة مثلا. اوكي من غير ما يكون لينا يعني جوب تايتل معين او وظيفة ثابتة في المكان ده. حلو. اوكي، فانا في مهاره عندي بقدم بيها خدمه لحد معين وبكسب منها، بس انا مش شغال عنده او مش ماضي معاه عقد ومفيش مكان انا شغال فيه، صح كده؟ بالظبط. زي الفل، عاش يا اروى. طيب نسمع كمان شخص. ممكن نسمع مين كان رافع ايده؟ الناس كلها رافعه نزلت ده ما عدا سما. سما ممكن تقولي لي ايه الفريلانسنج بالنسبه لك؟ سما معانا؟ طيب في شادن هو تقريبا. معلش قولي يا كنت سما. على المرة اللي فاتت، بس عامة يعني الفريلانسنج على ما أظن هو العمل الحر، وإن أنت تقدم خدمة لشخص فتاخد مقابلها مثلا فلوس. والفريلانسنج بيبقى فيه كذا حاجة، بيبقى يعتمد على المهارات بشكل عام برضو. حلو. إن أنت بتقدم المهارة بتاعتك كخدمة للناس لا أكتر. حلو خالص، حلو جدا، تمام. طيب هل في حد، شكرا يا سما، هل في حد عارف ايه هي منصات العمل الحر؟ ممكن ريز هاندل واحنا عارفين ايه هي منصات العمل الحر. لو انا عايزه اعرف شادن ده النطق الصح للاسم ولا انا بنطقه غلط؟ سامعاني؟ اه الو، سامعني؟ انت اسمك ايه؟ شادي. اوكي قولي لي. طيب، اقول هي منصات العمل الحر، صح؟ اه هو ممكن تبقى زي جرافيك ديزاينر مثلا بيبيع الديزاينز بتاعته، او بروجرامر مثلا بيعمل ويب سايت لناس. تمام تمام. اوكي، شكرا ليكي يا شادن. طيب ممكن طبعا انا بوجه كل التحيات لكل اللي كتبوا في الشات، ولكل اللي كتبوا سوري، لكل اللي قالوا في المايك. تمام، تعالوا نقول ايه هو الفريلانسنج بشكل مختصر وبسيط خالص، وبعدها على طول هنروح نصلي. طيب آم،
الفريلانسنج يا جماعة هي حاجة مش جديدة. كلمة فريلانسنج يمكن هي الكلمة بس كده جديدة، ولكن العمل الحر نفسه ده من زمان جدا 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 جدا، من لما كان في ناس بتحارب ناس. فكانوا في عارفين الفارس اللي هو بيبقى معاه كده السيف بتاعه والرماح بتاعته ويروح يحارب. فكان في جيش يحارب جيش، وفي بعض الفرسان أقوياء جدا. فالفرسان دول مش فارس بيقول انا اهو. فالفرسان دول مش تبع جيش معين، فكان الجيش هو عايز يجيب الفرسان دول عشان هم اقوياء قوي، فكانوا يشتروهم بالفلوس، او كانوا يقولوا لهم تعالوا حاربوا معانا ونديكم فلوس. فالفرسان دول كانوا أرزقية كده، كانوا ياخدوا فلوس ويحاربوا مع الجيش. فالعمل الحر، ايوه المرتزقه بالظبط. العمل الحر او الفريلانسنج من لما كان في جيوش بتحارب جيوش بالسيوف، انتوا فاهمين احنا كنا فين. آه الموضوع اتطور وبقى في ناس بتشتغل عمل حر، ان هم في النجاره، في الحداده، بيعملوا حاجه معينه، بيصنعوا حاجه معينه. ما ده عمل حر. كل من هو نجار، سباك، حداد، بيشتغل في حاجة معينة، بيشتغل في حرفة معينة، ما ده عمل حر. أي حد بيقدم خدمة معينة أو بيصمم برودكت أو منتج معين وبيبيعه، ده عمل حر. فالعمل الحر دي مش حاجة جديدة. العمل الحر دي مش حاجة جديدة. يمكن احنا الفترة اللي فاتت سمعنا عن العمل الحر ده، ان انت بتدخل على منصة زي خمسات ومستقل وابورك وفريلانسر وكل اللي احنا بنسمع عنه ده، وتعمل اكاونت وتبيع لعملاء بره البلد ومش عارف ايه. اوكي حلو، ده فريلانسنج. ده فريلانسنج. ولكن هل هو ده بس الفريلانسنج؟ لا. انا احب اقول لك، انت لو فلنفترض جرافيك ديزاينر، انت جرافيك ديزاينر تمام، وعم محمد البقال اللي تحت فتح محل بدل الفراشه بتاعته، فتح محل، فهو عايز يعمل يافطه. فجابك قال لك ايه، بص يا عم احمد، انت بتعرف تعمل تصاميم، لو سمحت اعمل لي تصميم اليافطه وطلع لي ابني من البطيخه، زي ما كان في مسلسل قبل كده، عايز ابني كده طالع من البطيخه. فانت رحت دخلت على ايا كان البرنامج وعملت له اليافطه وطلعت له ابنه من البطيخه، ورحت مديله الديزاين، وهو بقى طبعه ومش عارف ايه وعمل يافطه، ورحت واخد منه 130 جنيه. تمام، ده كده فريلانسنج. حضرتك بتعرف تعمل حاجة معينة، عندك مهارة معينة، ألا وهي مثلا يعني الجرافيك ديزاين، وفي شخص عميل محتاج الخدمة دي، وبالتالي فأنت بتقدم له الخدمة اللي أنت مستخدم فيها المهارة بتاعت سيادتك، وهو بيديك فلوس على ده. الكلام ده عن طريق منصة، عن طريق معارف، عن طريق انتوا راكبين ميكروباص مع بعض، فسمعك بتتكلم في التليفون ان انت بتعرف تعمل حاجه معينه، قال لك والله ده انا محتاج الكلام ده، انت اسمك ايه؟ فقلت له انت اسمي احمد، وانت اسمك ايه؟ طب هات رقمك، فاشتغلتوا مع بعض. ده فريلانسنج برضو. فانا عايزه اطلع من الزون بتاع انا داخل على منصه بعمل حاجه معينه وفي حد بيشتري مني بالدولار. لا، هو انا يعني لو كسبت جنيه بالجنيه مش هيكون اسمي فريلانسر خالص والله. الفريلانسنج هو العمل الحر. انت مش ماضي عقد، انت مش شغال في شركة، انتوا مش هيئة معينة، انتوا مش مؤسسة. انت راجل عندك مهارة او بتعرف تعمل حاجة. لانه الفريلانسنج انت يا بتقدم خدمة يا بتقدم منتج، يا بتقدم خدمة يا بتقدم منتج. تمام. انت لو بتبيع حاجة معينة وليكن مثلا صواني ألمونيوم، فانت كده بتبيع منتج معين، انت فريلانسر. انت لو بتقدم خدمة ان انت مثلا بتطلع طوب للادوار العالية، انت كده فريلانسر. شوفوا الأمثلة، أنا بحاول أبعد تماما عن الجرافيك ديزاين والبرمجة والكونتنت كرييشن ومش عارف الديجيتال ارت أنا بحاول يعني أطلع فوق. تمام. طيب، مؤخرا او الفترات اللي فاتت دي في العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه ده، بقى في وظائف جديدة شوية، ما بقاش بس المدرس والنجار والحداد والطبيب والمهندس، بقى في حاجات تانية طلعت جديدة مع الديجيتال ترانسفورميشن ومع الاي اي كمان، بقى في وظائف جديدة. فبقى كل ما هو يقدر يتباع
سواء هو برودكت، حتى لو ديجيتال برودكت، حتى لو شيت اكسل انت عامله وبتبيعه، حتى لو حاجه تمبلت انت عاملها مثلا باوربوينت ولا اي حاجه وبتبيعها، انت كده فريلانسر. حلو. اذا انا كده جبتك من ورا خالص عشان تبقى انت فاهم بس فكره العمل الحر، انه مش لازم يكون هو شخص قاعد على الكمبيوتر وبيقبض بالدولار، لا. تمام. حلو. طيب آم، السؤال بقى هنا هل انا عشان اكون شخص ناجح لازم اكون فريلانسر ولا مش شرط؟ وهذا السؤال سوف نجاوبه بإذن الله بعد الفاصل. هناخد بريك 10 دقايق، هنرجع الساعة 49 دقيقة بالظبط، نكون صلينا. تمام. ولو حد عرف يعني بعد ما يصلي يعمل كوباية شاي بالنعناع يجي. لو ما عندكش نعناع ما تعملش حاجة، تعال يلا سلام. و40 دقيقة بالظبط هنيجي.
هي الساعة جت و40، بس أنا لسه ها أتكلم يا بسملة أهو، يعني جيت في الميعاد والله. طيب الناس رجعت، ممكن كده رياكتس كتير لو احنا رجعنا. نبدأ يعني ولا ايه؟ ناس جت. ولا يهمك يا بسملة، كده كده هنريكاب سريعا كده اللي احنا عملناه والله يا سمير على عيني والله، بس انا مش عايزة أأخركم وعايزة نخلص كل الكونتنت، فمعلش خلينا نبدأ دلوقتي. زي الفل. طيب اللي رجع أهلا بيه، واللي لقى نعناع عاش جدا، اللي ما لقاش نعناع حظ أوفر المرة القادمة. وتعالوا تاني نكمل اللي كنا بنعمله. طيب احنا عملنا ايه الوقت اللي فات ده؟ كل اللي قلناه عايش يا جنى. احنا كل اللي قلناه الاول، قلنا كام انستراكشن كده عشان السيشن تكون منظمه وماشيه كويس. ومن ضمن الانستراكشن او الانستراكشن الاهم ان المايكات هتبقى مفتوحه. انا فاتحه لكم المايكات، ولكن يا ريت ناخد بالنا ما حدش يفتح المايك من غير ما ياخد باله. وما حدش يفتح المايك غير لما احنا نقول له افتح المايك عشان كلنا نسمع بعض. تمام. اللي عمل عصير مانجا يسيب الميتنج ويخرج. طيب عرفنا ايه تاني؟ عرفتكم عليا، وبعدين قلنا احنا هنعمل ايه النهارده وبكره. وان احنا كل كلامنا هيكون عن الفريلانسنج. تمام. قلنا ايه هو الفريلانسنج، وعرفنا انه هو العمل الحر جوجل ترانسليت. ولكن العمل حر بشكل جنرال جدا، من غير ما يكون جرافيك ديزاينر على منصة مستقل بيكلم واحد خليجي، مش لازم. او مثلا على ابورك وبيكلم واحد انجليزي ويبعت له بالدولار على بروجكت معين. يعني ده شكل من اشكال العمل الحر، لانه الراجل ده شغال از جرافيك ديزاينر عادي، في حد تاني شغال نجار وبرضه فريلانسر عادي. فالعمل الحر انا شغال بالمهارة بتاعتي، وبقدم حاجة من اتنين: يا بقدم برودكت منتج، يا بقدم سيرفيس أو خدمة. أيا كانت هي إيه، مادام أنا بشتغل بالمهارة بتاعتي أنا، وأنا اللي بسعرها، وأنا اللي بحدد أنا بشتغلها إزاي ومع مين وإمتى وإزاي، خلاص أنا كده فريلانسر. تمام، عشان بس نوسع الدنيا في عينينا شوية. طيب جميل. اعمل ايه بقى عشان اكون فريلانسر؟ هو كان في سؤال اصلا احنا سألناه قبل البريك، حد فاكره؟ اوعى حد يفتح المايك، احنا بنريز هاند. قول يا أمنية. ايه يا أمنية السؤال؟ أمنية افتح المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. أخبار حضرتك إيه؟ بخير الحمد لله، كله تمام. بإننا مثلا نطور مهاراتنا ونشوف إحنا شطار في لا، إيه كان ونجرب. كان في سؤال كده آه احنا سألناه قبل البريك على طول، وقلنا هنجاوبه بعد الفصل. كان ايه السؤال؟ آه إزاي تبدأي في العمل الحر؟ صح؟ اوكي. يعني كان في سؤال معين كده. إيه طيب طيب أنا أقوله دلوقتي عادي. طب نخلي حميد يقول لنا كده. كان ايه هو يا حميد؟ السلام عليكم. اولا هو الصوت قطع عندي وهو السؤال بيتقال، بس انا شفت حد كتبه في الكومنتس بصراحة، اه فكان كاتب هل لازم اكون شخص ناجح عشان اكون فريلانسر ولا لا. هو ولكن العكس، هل لازم اكون فريلانسر عشان اكون شخص يعني ناجح؟ بالظبط هو زي كتب كده، الفل. فانا قلت اللي زي كتب. الفل. خلاص تمام جدا. السؤال ده يعني لو السؤال ده بس اللي تجاوب خلال السيشن دي، يعني لو احنا طلعنا من السيشن او الساعة ساعتين اللي احنا داخلينهم النهاردة دول، والسؤال ده بس متجاوب، انا هبقى ساتيسفايد جدا، هبقى راضية جدا عن السيشن بصراحة. تمام. لانه يعني خلينا بس نكون واقعيين شويه. من اهم الحاجات اللي احنا المفروض نعملها كانستراكتورز واحنا داخلين اي سيشن، او كحد بيعمل مشروع او ايا كان، ان احنا نعمل حاجه اسمها setting expectations، او انه انا احط التوقعات. انا لو داخله النهارده بقول لكم بصوا يا شباب احنا هندخل ساعتين ثلاثه نطلع من السيشن دي قادرين نشتغل فريلانسنج، ابقى انا كدابه، وابقى كده بوظت التوقعات خالص، دمرت السيشن اصلا، حتى لو هي سيشن مفيده، حتى لو انتوا طلعتوا بمعلومات، ولكن لا، مش ده اللي احنا كنا متوقعينه. فعشان نحط التوقعات صح،
لا يا جماعة، اللي عايز يشتغل فريلانسنج او عايز يتعلم فريلانسنج او عايز يفهم ايه هو الفريلانسنج وماشي ازاي، فانا قلت لكم انا بشتغل في رواد مصر الرقمية. احنا بنقعد 6 شهور علشان نتعلم ازاي نشتغل فريلانسنج، وازاي اتواصل مع الكلاينتس، وازاي ان انا اجيب اول بروجكت، وازاي اتعامل لغاية ما اقفل الديل. 6 شهور، 6 شهور. فاحنا النهارده جايين في قد ايه؟ 3 ساعات، 3 4 ساعات النهارده وبكره. ف3 4 ساعات انا محتاج اخرج على الاقل، بس يعني فاهم الدنيا ماشيه ازاي، او عارف الدنيا بتمشي ازاي لحد ما عندي اكشن بلان كده، انه انا والله هعمل 1 2 3 علشان اكون بعد فتره ما فريلانسر شاطر. تمام، اوكي. أم حاضر، هتكلم على رواد مصر الرقميه لو في وقت لده. يعني حاضر. طيب، عشان اكون فريلانسر محتاج حاجتين. طبعا السؤال بتاع لازم ابقى فريلانسر عشان اكون ناجح ولا لا، ده هيتجاوب واحنا ماشيين، مش اجابه واحده كده. واحنا ماشيين هتلاقي الدنيا بتتجاوب لوحدها. ولكن السؤال دلوقتي انا ازاي اكون فريلانسر شاطر، مش فريلانسر بس. محتاج حاجتين، وعارفه ان انا لسه ثابته على نفس السلايد، بس يعني كل اللي فات ده كان انترو بصراحه، ما اكدبش عليكم. عشان اكون فريلانسر شاطر محتاج حاجتين. الحاجه الاولانيه هي بالبديهي يعني مهارة. خلاص، مهارة ما أنا بقدر أقدم حاجة، سواء هي سيرفيس أو هي برودكت. والحاجة التانية هي شخصيتي. مهارة، والحاجة التانية هي شخصيتي. طيب، أتعلم ده إزاي وأتعلم ده إزاي؟ والله الأسهل، ودي هتبقى ممكن تكون غريبة بالنسبة للبعض، الأسهل إنك تتعلم المهارة، والأصعب إن أنت تعمل شخصية فريلانسر شاطر. طيب انت جايه النهارده تكلميني عن رقم 1 ولا رقم 2؟ بصراحه رقم 2. يعني رقم 1 انا بقولك ان هي الاسهل. ليه؟ لانه دلوقتي انا عايزه اتعلم جرافيك ديزاين. خلاص، ادخل على يوتيوب، ادخل على يوديمي، ادخل على كورسيرا، ادخل على اكاديمي بتدي كورسات بيد مدفوعه. هتلاقي محتوى بالهبل على ازاي اكون جرافيك ديزاين، او اتعلم ازاي جرافيك ديزاين. عايز تتعلم AI، عايز تتعلم content creation، عايز تتعلم ويب، عايز تتعلم اي حاجة. المصادر بقت مالية الدنيا. فانا اقدر ان انا اوصل لمصادر مدفوعة وغير مدفوعة، واخد شهادات مدفوعة وغير مدفوعة، واقدر ان انا اتعلم اي حاجة انا عايزها تقريبا، ويكون عندي المهارة. طيب، ما الدنيا سهلة اهي. يلا نبقى كلنا فريلانسرز بقى، الناس اللي مش لاقية شغل بقى، ومش لاقية فلوس، ومش لاقية وظايف، ومش لاقية فرص. لأن رقم 2 هي اللي صعبة شويتين 3 9 كده، اللي هي ايه؟ الشخصية، أو بمعنى أصح المايند سيت. يعني ايه مايند سيت؟ يعني عقلية. في ناس كتير معاها مهارات، في ناس كتير قوي 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 عارفة البرمجة، في ناس كتير جدا 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 بتفهم في الكودينج، في ناس كتير بتدرس AI، في ناس كتير بتدرس كل حاجة، في ناس كتير قوي بتدرسها، آلافات وملايين. بس اللي بيلاقوا فرص، واللي بيشتغلوا، واللي بيعملوا فلوس بجد قليلين جدا. فئة قليلة من الناس دي. ليه؟ عشان المايند سيت بتاعتهم مختلفة عن باقي الناس. فأنا اللي جاية أتكلم فيه النهاردة هو how to build a mindset، او ازاي ان انا اكون عندي عقلية فريلانسر شاطر، بحيث ان انا وانا بشتغل على المهارة بتاعتي، سواء بقى كورس مدفوع كورس مش مدفوع، ببراكتس مع نفسي، معايا في تيم احنا بنتعلم مع بعض، اخويا الكبير بيدرس لي، رحت الكلية والكلية اصلا بدرس فيها نفس الحاجة اللي عايزة اتعلمها، ايا كان المصدر. اوكي، المهارة في ايدي دلوقتي، اعمل ايه؟ والله حضرتك محتاج بعض المهارات، وبعض ممكن نقول صفات، او يعني بعض الافكار. مهارات وافكار. مهارات زي ايه؟ والله مهارات زي الكوميونيكيشن مثلا، سوفت سكيلز. بالظبط بالظبط، سوفت سكيلز. مهارات شخصيه اللي هي الكوميونيكيشن. هو انا لو جامد تنين مجنح في مثلا الويب، بعرف اعمل ويب سايتس، انا مبرمج بعرف اعمل ويب سايتس، تمام. آه وفي كلاينت جاي لي وهو بيتناقش معايا وبيتفاوض معايا، انا هديله ايه وهو هيدفع لي كام وهو محتاج ايه، وانا شاطر في الويب بس انا مش عارف اقفل الديل. يا فرحتي بالشطارة، يا فرحتي. هنعمل ايه؟ ولا اي حاجة.
طب انا لو شاطر برضو جامد جدا جدا جدا، ولكن انا مش قادر افهمه وجهة نظري، هو عايزني اعمل له ويب سايت بشكل مش صح، هو مش فاهم. فانا عشان انا اللي فاهم انا عايز افهمه علشان نعمل برودكت كويس، بس انا مش عارفه افهمه. طب برضو يا فرحتي. طب انا شاطر جدا بس انا مش عارف ابريزنت نفسي، انا مش عارف اعرض مهاراتي، ومش عارف اقدم نفسي، ومش عارف انافس الناس اللي حواليا في السوق الكبير قوي ده، يا فرحتي لتالت مرة. فدي الفكرة بقى. المهارة أنا محتاجها، مهمة. بنقول عليها التكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز دي اللي هي المهارة التكنيكال أو العملية، أيا كان أنت كلية إيه، بتدرس إيه، عايز تشتغل في إيه، مادام الحاجة اللي أنت بتدرسها أو بتتعلمها أو عايز تتعلمها دي بتجيب فلوس الناس تدفع لها، إذا هي مهارة تكنيكال. خلاص، أيا كانت هي إيه، الناس بتحتاجها، بتدفع لها، زي الفل. خلاص، انت بقى بتعمل كودينج، انت بتصمم حاجات معينة، انت بتشتغل على كونتنت معين، انت بتعمل ايا كان الناس بتدفع فيها فلوس. اذا دي مهارة تكنيكال، انت لو اتعلمتها هيبقى قطعنا جزء من الطريق، والباقي شخصيتك بقى. طيب، ممكن نمشي خطوة خطوة كده عشان يبقى عندي شخصية. او طبعا انا مش هقفل الميتنج وانا عندي شخصية، يعني احنا قلنا ان احنا ظبطنا التوقعات بتاعتنا، بس على الاقل ادي شوية دماغك مساحة تفكر كده انا عايز اعمل ايه في شخصيتي وفي عقليتي، عشان ابني نفسي واحدة واحدة لغاية ما بإذن الله اكون فريلانسر شاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب، يعني ربنا يعني كرمنا. هنروح على السلايد التانية يا شباب. What are my core strengths and values? How do I want my career to look like? ايه بقى الكلام ايه ده، احنا كنا فين وبقينا فين ورايحين فين وبتاع. بص، انا عايزة من الناس تفتح الشات كده بتاع الميتنج، ولو هقول انه انتوا عارفين ومحددين التراك او الكارير او الحياة العملية بتاعتكم بنسبة كام من 100. يعني اللي محدد او هو بيقول مثلا 100%، ده شخص عارف بالظبط بالظبط تفاصيل حياته المهنية وكاريره بالتفصيل الممل، هيدرس ايه ويعمل ايه ويشتغل في ايه ويروح فين ويجي منين ويبقى بعد 7 سنين شغال في شركة ايه. ده 100%. طيب لو 0%، انا ماشي في نور الله، بدعي يقول يا رب ما اعرفش انا هبقى ايه في المستقبل بصراحة، انا مش عارف الاسبوع الجاي هبقى فين اساسا. فممكن نكتب في الشات كده حاجة في المية، يعني 50 60 75 30 75 80 70 90 80 50 90 55. ماشي، حلو حلو. 40 70 90. ممكن نسبة معرفتك يا بسملة بحياتك المهنية هتبقى عاملة ازاي، واللي عايز يعمل كذا حاجة. ماشي. عبد الله بيقول -1 دي تقريبا، او دي اندرسكور، انا اعتقد قصده -1. 50. ماشي. انا شايفة انه مفيش حد كاتب 100 ومفيش حد كاتب 0، في -1 بس، ده يعني مش ده اللي هو ايه، هو تقريبا عايز يرجع يعيد ثانوية عامة او حاجة. ف- ثواني بس، ثواني. آه... ايا كانت النسبة اللي انت كاتبها، ف يعني انا عايزة اقول لك انه في ناس اكبر مننا بكتير بكتير بكتير، بسنين السنين يعني، لا هم مش 100% ولا 90 حتى. فالموضوع محتاج رحلة طويلة من استكشاف بقى. استكشاف ايه؟ استكشاف نفسك، واستكشاف الماركت اللي حواليك، والسوق اللي بيتغير، وفرص العمل الجديدة اللي بتتخلق، وفرص العمل الموجودة اللي بتتمحي، والوظائف الجديدة اللي احنا محتاجينها دلوقتي، والوظائف اللي الاي اي بيستبدلها، وموال حضرتك. فانت محتاج طول الوقت ان انت تبص حواليك وتشوف الماركت عايز ايه، وفي نفس الوقت انت محتاج تبص جواك انت. تمام. عارفين الاغنيه بتاعت دور جوه نفسك تلقى نفسك بتاعت احمد مكي؟ هي دي بالظبط بالظبط. في مدرستين في الموضوع ده، وتعالوا نتناقش في الحته دي شويه، عشان انا عارفه ان معظم الناس اللي قدامي دلوقتي، بما ان انا عرفت الفئات العمريه يعني، معظم الناس اللي قدامي دلوقتي هي مش عارفه هي عايزه تبقى ايه، او عايزه تشتغل ايه، او هتكون ايه في المستقبل. في ناس قبل الكليه فهي ممكن ما تكونش لسه عارفه انا عايزه ادخل كليه ايه اصلا، واللي في الكليه مش عارف يختار تراك ايه او تخصص ايه، واللي متخرج حتى والله يعني مش عارف يروح فين. فربنا معانا كلنا.
ولكن في مدرستين هنا. في مدرسة بتقول لك انت شوف انت شاطر في ايه، يعني كده انت هتدور جوه، هندور جوه، هنشوف احنا شاطرين في ايه ونشتغله. ايا كان بقى اللي احنا شاطرين ده مطلوب مش مطلوب، فلوسه كتيرة فلوسه قليلة، احنا نشوف نفسنا شاطرين في ايه ونشتغل وخلاص. في مدرسة تانية بتقول لك انه لا، انت تبص في الماركت اللي حواليك. والله خلال الخمس سنين اللي احنا فيهم دلوقتي في طلب كبير جدا جدا على مثلا مثلا ايه، اي حاجة، اي وظيفة، الداتا اناليسيس، الداتا انجينيرنج، الفويس اوفر، ايا كان. فانت تروح ايه، يلا بينا نتعلم الداتا انجينيرنج دي بتقول ايه. طب انت كلية ايه؟ انا كلية اداب بس هتعلم داتا انجينيرنج. ماشي. جيت بعدها ب3 شهور هوب، نزل حاجة جديدة. يا جماعة لا، ده بيقولوا ان الكونتنت كرييشن هو اللي هياكل الجو. سيبنا يا ابني من الداتا انجينيرنج دي، انا اصلا كرهتها، يلا نشوف البتاع ده بيقول ايه، وهكذا وهكذا وهكذا. فتفضل متشتت، فانت مش عارف تعمل ايه. طب انتي كسلمى رأيك ايه في الموضوع؟ والله انا شايفة مدرسة تالتة خالص. احنا نعمل الاتنين، احنا نعمل الاتنين ونشوف التقاطع ما بينهم. بمعنى دلوقتي في حد هو بيحب الرياضة، هو بيحب الرياضة وبيحب العلوم، خلاص، ما يروحش بقى ناحية أي حاجة أدبية، يشوف الماركت محتاج إيه في العلوم والرياضة. حاجة محتاجة علوم ومحتاجة لوجيك ومحتاجة رياضة، فمثلا برمجة، فيشوف أكتر حاجة محتاجينها في البرمجة أو عليها طلب في البرمجة. إنما ما يتشتتش نفسه في البرمجة وفي الديجيتال آرت وفي الكونتنت كرييشن وفي مثلا الحاجات الميديكال وكل الحاجات دي. لا لا خالص، أنا هشوف أنا شاطر في إيه، واشوف ايه الحاجات اللي في السوق بتتقاطع مع اللي انا شاطر فيه ده. فانا شاطر مثلا اقدر اعمل 1 2 3، طب مين في ال3 دول الماركت عايزه رقم 2؟ اذا هو ده اللي انا هركز عليه. اذا انت الى حد ما يعني مسكت العصاية من النص، عرفت الماركت عايز ايه وعرفت انت شاطر في ايه، فهتتميز في دي. انما انت لما تتعلم حاجة من الصفر، انت ما تعرفش حاجة عنها وما فيش اي انديكيتور او اي علامة بتقول ان انت ممكن تحبها. طب ليه طيب؟ ماشي. أم... فانا محتاج ادي نفسي فرصة انه انا استكشف نفسي شوية. يعني لحد ما ممكن يكون احنا بنبقى مضغوطين شوية من اهلنا ومن قرايبنا، من الناس اللي حوالينا. بالذات لو انت بتكبر شوية. يعني احنا مثلا في الكلية، فها اتخصصت في ايه؟ ما انا مش عارف اتخصص في ايه. لا، لازم تتخصص بسرعة. وانت اتخرجت من الكلية تقريبا بعد ما بتجيب النتيجة، مش بيوم، ب3 ساعات. ها، هنشتغل امتى؟ طب ما انا لسه مش عارف اشتغل ايه. لا ما ينفعش، لازم نشتغل، بنات وصبيان والله. طب انت مثلا في المدرسة، طب هتدخل علمي رياضة ولا علوم؟ والله العظيم ما انا مش عارف. لا لازم نحدد. فالتحديد الكتير ده طول في كل فئة عمرية وكل مرحلة فيها تحديد. انا مش عارف اروح فين، انا ما عنديش فكرة. في اكتر من حد كتب انا اعرف منين انا شاطر في ايه. انا كسلمى بشوفها بصراحة الموضوع ده ليه حل واحد، الا وهو الفرق. فه ره كاف فرق. نفرق، نفرق ونروح ونيجي ونطلع وننزل ونحتاس كده، نبقى مش لاقيين وقت ناكل بجد. يعني أنشطة طلابية بقى، حاجات زي يعني مثلا البوت كامب اللي انتوا بتحضروه دلوقتي ده، تمام. احنا دلوقتي معانا 117 شخص، قولوا مثلا انا واتنين تلاتة كوردينيتور معانا 110 شخص يا سيدي. ال110 دول هم جم هنا ازاي؟ هم بيفرقوا، هم هنا عشان بيفرقوا. هل ده عليه درجات؟ اقصد يعني الكليه مدرسه عليه شهاده مثلا مطلوبه في الكليه، مثلا لو انتوا ما خدتوهاش هتنقصوا في معرفش ايه، هتاخدوا فلوس على الموضوع؟ مفيش. هو انتوا داخلين تستفيدوا، تسمعوا ناس اكبر منكم، تشوفوا خبرات جديده، تشوفوا كلام جديد. ما ده فرق يا شباب، ما ده فرق يا شباب. هجي لك يا عبد الرحمن حالا. الفرق ان انا اسمع كتير، ودي احلى حاجه انا عملتها في فتره الجامعه بصراحه. انا دخلت اولى كليه بصراحه، كنت يعني ناويه، ما اكذبش عليكم، انا اتخرجت خلاص، بس انا لما كنت داخله اولى كليه كنت ناويه ان انا اكون شخص انطوائي. انا شخص اجتماعي قوي زياده عن اللزوم، فكنت ناويه ان انا اكون شخص انطوائي. انا مش عايزه اعمل صحاب كتير، هم بنتين ثلاثه واتصاحب عليهم، ومن من الكليه للبيت، ومن البيت للكليه، من السكشن للمحاضره، من المحاضره للسكشن.
قلت خلاص انا هبقى حد كده بسيط. شهرين والكليه كلها كانت عارفاني. ازاي ما اعرفش، بس انا شهرين في الكليه والكليه كلها كانت عارفاني. ما تسالنيش ازاي. ما سبتش نشاط فيك يا كليه الا ودخلته. انتوا بتعملوا ايه؟ طب انتوا عايزين حد؟ طب انا ممكن اساعدكم في كذا. طب انتوا بتعملوا ده بفلوس؟ بفلوس. طب انا هاجي معاكم من غير فلوس. طب انتوا بتعملوه من غير فلوس؟ طب ماشي جاي معاكم من غير. ما انا مش عايزه فلوس، انا عايزه اقابل ناس وعايزه اتعلم وعايزه اشوف دول بيعملوا ايه. يعني في الاول كنت خايفه، وكلمت ناس زمايلي اكبر مني قلت لهم يا جماعه انا خايفه انه حد يطلب مني حاجه وانا ما اعرفش اعملها. انا في اولى كليه لما جابوا لي لابتوب والله ما كنت عارفه فين زرار الباور. والله العظيم انا في حاسبات ومعلومات. انا المبرمجه اللي تاني اسبوع في الكليه كانوا عايزين نصلح وهكر الموبايلات. انا مش عارفه زرار الباور فين. فانا لو حد طلب مني اعمل له اكسس على شيت اكسل مش هعرف. قالوا لي وايه المشكله، ما كلنا ما كناش عارفين يعني. بس الكلمه دي بقى دخلت مخي من هنا. ما بقتش خاف يعني، بقيت جريئه. ف... فتمام، عادي نفرك ونعمل كل حاجه تمام. طيب التشتت وبتاع، مش عارفه اجيبها لكم ازاي يا شباب، بس يعني ما نتشتت على فكره، ايه المشكله يعني عندكم؟ يعني اللي بتتكلم دي واحده من ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله، من اكتر 5 مشتتين في العالم. يعني انا ممكن اسابق في التشتت عادي يعني. بس بعد كام سنه يعني من التشتت، اقدر اقول لكم انه التشتت احيانا بتكون حاجه ايجابيه طول ما احنا في اول حياتنا. بنحتاج ان احنا نتشتت. فانا كنت في حاسبات ومعلومات ولكن كنت بحضر كورسز وسيشنز وايفنتس وكورسات ومحاضرات واسافر يعني حاجات اونلاين وحاجات اوفلاين. انا من بنها كنت انزل القاهره مخصوص علشان اسمع حاجات في السيلز وفي الماركتينج وفي البيزنس وفي الكونتنت كرييشن وفي البرمجه وفي في الزراعه، في الصناعه، في التجاره، في كل حاجه، في كل حاجه. طيب ده وداني فين؟ ده وداني ان انا النهارده بشرح سوفت سكيلز. يعني ما انا ايه علاقتي بالسوفت سكيلز؟ بس انا حبيتها وبدات الموضوع كتطوع. هوب ظبط معايا، اشتغلت هوب ظبط معايا. مش فاكره بصراحه عدد الاشخاص اللي انا عارفين لما الانستراكتورز يقولوا ان هم مثلا علموا ما اعرفش 100 وكام 200 وكام 500 وكام. ما عدتش بصراحه، بس كتير قوي قوي، مئات الناس. وبحب ده جدا. اذا اوكي، ده حاجه جميله جدا. خلاص، فنفرك ونتشتت طول ما احنا صغيرين. ما دام التشتت ده عباره عن ان انا بسمع كتير ليه، ده اللي هيخليني اعرف انا حابب ايه. صدقني في كونتنت او في محتوى معين انت مش هتكون طايق ان انت تسمع فيه ساعه واحده، وفي كونتنت او محتوى انت لو فضلت تسمع حد بيشرح 10 ساعات مش هتزهق. في تخصص معين انت هتبقى مش طايق نفسك جواه، وفي تخصص انت مش حاسس بالوقت وممكن تنسى تاكل وانت بتذاكره او بتشتغل فيه. دور عليه بقى. ادور عليه ازاي؟ افرك. بس انا حاسه ان انا خرجت بره الموضوع شويه، بس انا يعني كنت حابه بصراحه ان انا اسمع الكلام ده وانا في اولى تانية جامعه يعني. ماشي، سامع ايه سؤالك؟ بالنسبة لموضوع الفرق بقى زي ما احنا بنتكلم، أنا يعني شخص بحب أتعلم كل حاجة. يعني أنا بقى عايزة أتعلم مم. ده شوية ده شوية، بتنقل كتير جدا. يعني ممكن أبقى بتعلم حاجة معينة، خلاص أنا عجباني كل حاجة، بس أنا عايزة أتعلم حاجة تانية معاها. يعني أنا ما بحبش أفضل في نفس الحاجة في نفس المكان، حاجة يعني في نفس لا، دايما. ده بقى التشتت السلبي. ده التشتت السلبي. في تشتت ايجابي انه انا مش حاطه دماغي جوه صندوق وقافلاه. فانا خلاص دخلت كليه زراعه، اذا انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بدرس زراعه. لا، انا ادرس زراعه واتعلم جنبه شويه برمجه على خفيف، اسمع في الماركتنج شويه، اشوف البروجكت مانجمنت ده بيقول ايه، اشوف الناس الكونتنت كريتورز بيكتبوا ازاي، اتعلم ازاي ان انا ابراند نفسي او يعني ايه بيرسونال براندنج، اعمل كل ده. انما عمالة بدرس حاجتين 3 4 مع بعض ده مش صح. مش مع بعض. يعني ممكن اخلص مثلا حاجه واخلص فيها جزء مثلا معين كاساسيات، وبعدين احس ان انا عايزه احط حاجه جنبيها اكمل تعليمي فيها. لان انا برضو لسه في ثانوي على فكره. بس يعني ده حاسه ان هو انا مش قادره اخد ضغط فيه، لان في ضغط من الاهل بسبب ان اسيب كل حاجه، اسيب كل اللي انا بعمله، اسيب كل اللي انا كنت بعرف اعمله. حاليا امم انا بس اعمل اي هوايه اي حاجه انت بسبب في ان ثالثه هم ثانوي؟ ضاغطين عليا في ثالثه ثانوي؟ المذاكره. في ثالثه انا ثانوي؟ داخله تانية بكالوريا. يعني انت مش داخله تانية؟ لا، داخل تانية بكالوريا شهاده.
شهادة، اوكي، اسمعي كلام اهلك. طب انا حاسه ان انا كده دراسة، هوقف الدراسة طويل ورياضة، جدا. الدراسة ورياضة، وممكن نشاط واحد على جنب عشان نفرغ طاقتنا. بس ركزي في الدراسة دلوقتي، بعد الثانوي اعملي اللي انت عايزاه. انا مش عايزة انا ازود. حاسه ان الوقت هيفوتني. لا 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 خالص. مفيش وقت، مفيش كلام، كلمة وقت هيفوتني دي لا. ليه؟ انتي 17 سنة تقريبا، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها وقت هيفوتني. انا مركزة دلوقتي على اللي في ايدي. الوقت هيفوتني ده لما انا ابقى قاعدة فاردة ظهري على السرير بتفرج على تيك توكس ملهاش اي 30 لازمة. انما انا مركزة على دراستي عشان بعد الدراسة ادخل كلية كويسة. ده ما اسموش ان الوقت هيفوتني. مش عايزة ان انا يعني اطلع. انا اوريدي طلعت بره الموضوع وممكن اتكلم فيه 7 ساعات، فانا مش عايزة اطلع بره اكتر من كده. ولكن انا رأيي اسمعي كلامهم، لانه السنة دي مش هتتعوض تاني. طب معلش اخر سؤال. بالنسبه يعني انا عشان اخرج بره شويه كمان، بالنسبه لما بتيجي تفكري تقدمي جامعه بره او جامعه من الكبار، ايا كان هارفارد او اوكسفورد، جامعه كبيره ماشي. بشكل او شكل كبير، او منحه جوه مصر بس تكون كبيره، بتلاقي نفسك هما بيحطوكي في ان انت عملتي ايه في حياتك بجانب الدراسه. هما شايفين ان الدراسه عشان كده بقول بالنسبه لك لك حاجه. نشاط جنبه. ادخلي نشاط جنب الدراسة عادي، نشاط واحد مش 7. مش عارفه، بحس ان الناس يعني حاليا انا في سني بحس ان الناس حاجات كتير قوي بيعملوها، ما اعرفش. اه. طيب، خصوصا على حاجة ان هقول هم. لك على حاجة. انا شايفة ان احنا ممكن نخلص المحتوى نفسه بتاع السيشن، وممكن نقعد نرغي للصبح مع انا وانتوا بعد ما نخلص المحتوى اللي الناس داخله تسمعه. ايه رأيكم؟ خلاص. ممكن نتكلم في المواضيع دي كتير جدا عادي، يعني اخوات واصحاب ونتكلم براحتنا. بس تعالوا نكمل الأول. يعني الموضوع بتاع الفريلانسنج أنا شايفة في الشات، والله والله أنا عارفة إنه نفس المشكلة. سواء أنت يعني إحنا بنعاني من نفس الحاجة، حتى لو إحنا من فئات عمرية مختلفة، بس من نفس المشكلة. يعني إحنا جيل واحد خلاص. فتعالوا نكمل. إذا أنا لازم أفكر إيه نقاط قوتي، ولازم أفكر إيه اللي بيميزني، ولازم أفكر أنا شاطر في إيه. وعايزة أقول لكم إنه غالبا في حاجة أو أكتر أنتوا بتعرفوا تعملوها وشايفين أو فاكرين إن هي عادي جدا. ده العادي، يعني مفيش أي ميزة في اللي أنا بعمله. بس اللي أنت بتعمله ده بالنسبة لغيرك، إيه ده؟ إزاي بيعملها؟ إزاي دي؟ وغالبا لو الحاجة دي تقدر ان انت تستغلها في شغل، فهي دي الحاجة القوية بتاعتك، وهي دي نقطة قوتك. زي ايه مثلا؟ يعني فلنفترض انه انت حد بيعرف يتكلم قدام الجمهور، بتتكلم قدام اي عدد من الناس بمنتهى الاريحية من غير ما تتوتر ولابق قوي في الكلام. انت وانت بتعمل ده، انت شايف ان انت كأنك عادي بتنده ناس تتجمع في حتة. يا جماعة اللي كذا يقفوا هنا واللي كذا يقفوا هنا، عادي. انت شايف ان انت بتعمل حاجة عادية جدا. صدقني انت بالنسبة لناس تانية هم ما بيعرفوش يتكلموا قدام شخصين بالظبط. هم اصلا يعني لو وقفوا قدام المراية هيتكسفوا يتكلموا. عادي، مفيش مشكلة. بس بتكلم ان انت عندك ميزة. فلو انت عرفت توظف دي في الشغل، فانت كده دي نقطة القوة بتاعتك اللي انت مش محتاج تبذل مجهود قوي علشان تتعلمها. تمام. لو انت جيت تتعلم برمجة مثلا ولقيت ان الموضوع بيمشي معاك عادي جدا، فلا. لو انت شايف انه انت بتعرف تتعلم اسرع بكتير من اللي حواليك، بتستوعب اكتر بكتير من اللي حواليك، فلا صدقني احنا احيانا بيبقى عندنا مميزات وعندنا نقاط قوة احنا فاكرين ان ده الطبيعي، ولكن ده مش الطبيعي. طب بعرف ده ازاي؟ من الملاحظة. انا بلاحظ المجموعة اللي حواليا بتتعلم زيي ولا لا، انا اسرع ولا احسن ولا اشطر ولا اقوى ولا ايه. بلس اي حد انت بتتعلم منه، المدرس، الدكتور، المعيد، المنتور، لو قالك انه انت مميز في دي، امسك فيها. امسك فيها وطورها. ممكن تبقى هي دي مصدر دخلك بعد كده وانت مش واخد بالك. ليه بقول كل الكلام ده؟ لانه تاني يا جماعة، انا عشان اكون فريلانسر محتاج مهارة، وعشان اختار مهارة صح محتاج ان المهارة دي، انا مش بقول ان لازم تكون شغفك، بس لازم تكون انت متميز فيها. ما هو شخصيتك اوكي هنشتغل عليها زي الفل، تمام، مايند سيت كويسه وشخصيه كويسه وتفكير كويس ومهارات شخصيه وسوفت سكيلز وكل ده زي الفل. ولكن المهاره نفسها انت لازم تكون لايقه عليك وعلى مهاراتك وعلى شخصيتك وعلى حياتك. ما ينفعش تكون شخص بتكره الرياضه، بيكره العلوم، بيكره اللوجيك، ما بيحبش قد التاريخ مثلا، وتروح تتعلم برمجة. والعكس، انت بتحب جدا جدا اي حاجة فيها كودينج وحسابات والبروبلم سولفنج والكلام ده كله، ما تروحش تتعلم رسم. شوف انت بتحب ايه، وشوف اللي انت بتحبه ده
ظابط على ايه، ويعني سيرش في الكاريرز بقى. شوف كده والله يا جماعه، بصوا بصراحه يعني عشان نقفل النقطه دي، لو دخلنا على لينكد ان ودورنا في بعض الشركات، دخلنا مثلا على شركه من الشركات الكبيره شويه، ودخلنا على الوظائف اللي الشركه دي منزلاها. كل شركه بتنزل والله احنا محتاجين واحد اتنين تلاته، يكون شخص مثلا بوزيشن كذا وبوزيشن كذا وبوزيشن كذا. اراهنك والله هتلاقي اسماء بوزيشنز انت ما تعرفش يعني ايه. هتحتاج جوجل ترانسليت، يعني هتحتاج ان انت تترجم اسم التايتل. طب ايه التايتل ده؟ مش فاهمه، ده خريج ايه ده، ولا بيعمل ايه ده، ولا بيعرف يعمل ايه ده؟ فلو انت جيت تسيرش شويه في الكاريرز دلوقتي والتايتلز دلوقتي، انت ممكن تلاقي تايتل بيعمل حاجه انت بتعملها اصلا كده كده بالفطره. يعني في دلوقتي مثلا بي ارز، البي ار ده بيعمل ايه؟ ايه البي ار ده؟ بابليك ريليشنز. بيعمل ايه؟ عنده وظائف معينه. طب ممكن الحاجات دي في ناس منكم جوه انشطه طلابيه بيعملوا الكلام ده تطوعيا بالفطره كده، مش بيبذلوا مجهود. الكلام ده بيتاخد عليه فلوس بعد كده. فانت لو بي ار شاطر قوي، اشتغل على الموضوع واشتغل بي ار، حتى لو انت خريج تربيه، حتى لو انت خريج علوم قسم كيمياء. انا بحاول اجيب حاجات بعيده عن بعضها. دور جوه نفسك تلقى نفسك زي ما احنا بنقول. ازاي؟ بالفرق. ازاي؟ بالفرق. الفرق يعني ايه؟ اسمع كتير، دخل نفسك في حاجات، اشغل وقتك، شوف انت بتحب ايه. لاحظ نفسك كده. انا النهارده رحت دخلت في سيشن ماركتنج، حبيت الموضوع ما كنتش عايزه يخلص. تاني يوم دخلت في سيشن او ايفنت بيتكلم عن الديجيتال ارت، كنت عايزه امشي، مش قادر، عايزه انام. لاحظ بقى، لاحظ وشوف انت ميال لايه. وبعدين سيرش كتير كتير كتير، وسيرش في التايتلز حتى. اعمل اكونت لينكد ان حلو، هتلاقي الدنيا ماشيه معاك. ما تستعجلش، ما نستعجلش عشان احنا جيل مستعجل بطبعه. تمام، ماشي. مش هعرف اخد سؤال هنا لانه الاسئله هنا هتكون عميقه حبتين، فاحنا كده كده ماشيين مع بعض، وكده كده معانا بكره هنكمل يعني. طيب، كل اللي احنا كنا بنقوله من شويه ده اصلا ليه مصطلح اسمه سيلف اويرنس. ان انت تبقى عارف نفسك. هو طبعا المصطلح يعني سيلف اويرنس ده هو اعمق من كده بشويه. مش انك بس تكون عارف انت شاطر في ايه، لا، ده انك تكون عارف شاطر في ايه، وعارف مشاعرك، وعارف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، والحاجات اللي بتضايقك والحاجات اللي بتفرحك، وحاجات كتير قوي قوي قوي. بس انا عايزه اركز النهارده على الحياه المهنيه يعني. ففي الكارير بتاعك، سواء انت هتشتغل فريلانسنج او غير فريلانسنج، انت عشان يكون عندك سيلف اويرنس شويه، عشان كاريرك، لمصلحة كاريرك، وكاريرك يعني حياتك المهنية، يعني شغلك، يعني فلوسك. خلاص، محتاج تكون عارف 3 حاجات. أول حاجة هي الانترست بتاعتك، اهتماماتك. خلاص، لأنه ممكن تخلق من اهتماماتك دي حاجات تشتغل فيها، فهيبقى يا سلام بقى، حاجة أنا بشتغل فيها وفي نفس الوقت أنا مهتم بيها. تمام، فدي هتكون حاجة كويسة جدا. الفاليوز بتاعتك أو قيمك، والبرسوناليتي بتاعتك. طيب، هبدأ من الآخر، هبدأ بكلمة personality. ما ينفعش اكون انا شخص انطوائي وعايز اشتغل في السيلز. بالعقل كده، السيلز ده يعني ايه؟ يعني انا مهمتي ان انا بقابل اشخاص، اقنعهم بالحاجه اللي انا بقدمها وباعها لهم. فلو انا حد انطوائي ما بيحبش يتكلم، ما بيحبش يتناقش، ما بيحبش يقنع، ما بيحبش يتجادل، فانت مش بتاعتك دي خالص. وفي نفس الوقت لو انا حد اجتماعي قوي زي انا كده كسلمى، اجتماعي جدا جدا جدا، ما ينفعش احبس نفسي في وظيفة محتاجة ان انت يعني ما تتعاملش مع بني ادمين. هتتخنق. يعني انا لما عملت كده بصراحة انا كنت حاسة ان انا بموت. يعني انا عايزة اتعامل مع بشر، مش عايزة اتعامل مع آلات بس. ماشي، نتعامل مع الآلة وكل حاجة، بس ادوني بني ادمين اكلمهم. فممكن نفهم نفسنا شوية، يعني ممكن الأول نفهم نفسنا كده عشان بس نختصر على نفسنا شوية وقت كتير قوي، ونختصر طرق كتير قوي. شوف انت انطوائي ولا اجتماعي. شوف انت بتحب الشغل اللي ليه قواعد ونظام، ولا بتحب الحرية في الشغل من مكان معين، من وقت زي ما انت عايز ايا كان. ممكن تعرف انت بالنسبة لك الفلوس مهمة ان انت بس تكفي احتياجاتك، ولا انت عايز فلوس كتير جدا. ممكن تعرف نفسك شوية. ممكن كده نقعد مع بعض شويتين، انا يعني انت وانت، يعني انت وانت كده،
وورقه وقلم ولا حاجه، واقعدوا مع نفسكم كده اشربوا كوبايتين شاي بالنعناع برضو. و ايه انا بحب ايه، انا بعمل ايه، انا شخصيتي تنفع على وظيفه ايه وما تنفعش الوظيفه ايه. اختصر على نفسك شويه وقت ان انت تعرف نفسك. طب الفاليوز هي القيم بتاعتك. طب هل انت قصدك الصدق والامانه والشفافيه والمصداقيه والالتزام والكلام ده؟ اه دي قيم ماشي، بس مش دي اللي انا اقصدها دلوقتي. اللي انا اقصدها دلوقتي هي قيم تانية خالص، الا وهي العيله، الاصدقاء، الفلوس، الاستقلال، الاستقرار، المغامرة، المسؤولية. ايه يعني مش فاهم ايه الفرق ما بين دول ودول. بص يا سيدي، تعال نتخيل موقف بيقول لك انه انت آه الموقف ده بيقول لك ايه. دلوقتي انت معروض عليك، والناس تهدى كده عشان في ناس دلوقتي هتهيس قوي، معروض عليك تسافر بره مصر لمدة 5 سنين في دولة انت هتموت وتسافرها. هتدرس في منحة لمدة 5 سنين، المنحة ممولة بالكامل، وهتسافر وهتغامر وهتعمل كل الحاجات اللي انت عايز تعملها وفلوس ودراسة وزي الفل. ولكن شرط ان انت مش هينفع ترجع مصر خلال ال5 سنين دول. ممكن نكتب في الشات كده انت هتوافق ولا لأ؟ تاني، سفرية بره مصر للدراسة، آه، ولكن انت مش هترجع مصر خالص خلال ال5 سنين دول. شكرا تمام. ممكن خلاص 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 زي الفل. عرفت والله ان احنا انتوا كلكم عايزين تهجوا. عرفت خلاص عرفت. خلاص تمام. لو لاحظنا شوية في الشات هنلاقي انه في ناس بتقول اه، وناس بتقول لا، وناس بتقول اه طبعا اه طبعا يعني اقوم احضر شنطتي، وناس بتقول لا طبعا. طب آه هل اقدر دلوقتي كسلمى اقول على حد على الناس اللي قالت اه انتوا صح، وعلى الناس اللي قالت لا انتوا غلط، او العكس؟ هل ينفع اقول يعني هل ينفع اشوف دلوقتي حد فيكم صح وحد تاني غلط؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لانه في قيم مختلفة عندكم دلوقتي. طب يعني ايه معلش يعني فهميني اكتر. انت لما تكون محتار في السفر ولا ما تسافرش، فانت كده بتتخانق ما بين كونتين او تو فاليوز، الفاميلي فيرسز الاندبندنس، العيلة فيرسز الاستقلال. انت لما تسافر بره هيبقى الاستقلال عندك حاجه تحفه بقى، انت هتبقى لوحدك وبراحتك والدنيا تمام. بس في الناحيه التانيه العيله، ففي ناس هنا الاولويه بالنسبه لهم العيله، وناس تانية الاولويه بالنسبه لهم الاندبندنس او الاستقلال. طب مين فيكم الصح؟ ما فيهاش صح دي، ما فيهاش. يعني في حد الاولويه بالنسبه له كده، وحد الاولويه بالنسبه له كده. طيب ممكن نحط موقف كمان. اه دلوقتي انت بتشتغل في وظيفة معينة، فتعرض عليك انت بتشتغل 8 ساعات، اتعرض عليك تشتغل بدل ال8 ساعات 13 ساعة مقابل زيادة كبيرة شوية في المرتب. طب هنتخانق ما بين ايه وايه هنا؟ هنتخانق ما بين الفلوس دي فاليو برضو، وما بين الورك لايف بالانس، بما تشتمل بقى وقتك مع نفسك ووقتك مع ربنا ووقتك مع عيلتك ووقتك مع اصحابك. 13 ساعة شغل في اليوم مقابل فلوس كتير. في ناس هتوافق وفي ناس مش هتوافق. طب مين فيكم صح؟ احنا مالنا احنا؟ ما هو انتوا حرين، كل واحد حر على حسب ايه؟ على حسب الفاليوز بتاعتك. وبعد كده يعني في مواقف كتيرة، في موقف كتير، يعني في موقفين كمان بس انا مش عايزة ايه اضيع وقت في الحتة دي. الفكرة انه الفريلانسنج فيه حاجات كتير قوي وفيه مواقف كتيرة جدا، والشغل نفسه او الحياة العملية فيها قرارات كتيرة قوي. فلو حضرتك او حضرتك اي فرصة بتيجي، اي موقف يحصل، بنتشتت ونبقى مش عارفين ناخد قرار، ناخد القرار ده اه ولا لا، طب اروح ولا ما اروحش، طب اقبل ولا ما اقبلش، طب اعمل ايه. لو كل فرصة وكل حاجة بتاخد مني وقت ان انا اقرر، فلا ده هيبقى دي هتبقى حياة صعبة. دي هتبقى حياة صعبة لانه كل حاجة بتاخد مني وقت وتستنزف مني طاقة اني اقرر ايه الصح وايه اللي يناسبني. انما لو انا محدد من الاول ايه الفاليوز بتاعتي، هيبقى خلاص. فانا لو انا حاطط الفاميلي هي الاولويه الاولى، ان شاء الله يجي لي كل يوم سفريه ولا يهزني، مش هقبل. لو انا حاطط بالنسبه لي الموني هي الاولويه الاولى، فلو جالي وظيفه احلامي بس بنص المرتب، مش هقبلها.
لو انا حاطط بالنسبه لي دلوقتي ال الالتزام، انا عندي التزامات دلوقتي، فالالتزامات دي والمسؤوليه دي هي الاولويه الاولى. اذا مهما يجيني من حاجات فيها فن وفيها مغامرات وفيها انبساط وفيها، انا الاولويه بالنسبه لي دلوقتي المسؤوليه. فلازم نحدد الفاليوز بتاعتنا، عشان صدقني هتقابل حاجات كتير في الفريلانسنج انت هتتشتت قوي. فمن فضلك نحط الفاليوز بتاعتنا دلوقتي، عشان لما يحصل الموقف ده تبقى انت عارف ايه اللي هتقبله وايه اللي هترفضه، من غير ما تستهلك وقت كتير وطاقة كتير من نفسك يعني. ازاي احط لنفسي فاليوز؟ من شوية كنت بقول لك اقعد معاك انت وانت، ومش بهزر، اتكلموا مع بعض شوية. ودي حاجة انا بدأت اعملها بقالي شوية كتير يعني، لدرجة ان انا وانا قاعدة في الشغل في ناس حواليا بتبص كده تشوف هي سلمى بتكلم نفسها بجد، ولا هي حاطة السماعة، ولا في ايربودز، ولا في تحت الطرحة في حاجة غلط يعني. هي ان شاء الله ما تكونش بتكلم نفسها، البنت اتجننت، وبطلع بكلم نفسي فعلا يعني. ف حلو الموضوع، جربوا والله. هتعرف الفاليوز بتاعتك لما تقعد مع نفسك شوية. احنا ما بقيناش نقعد مع نفسنا والله يا شباب، يلا ما علينا. آه ممكن ناخد اكتيفيتي كده 3 دقايق. ممكن تحدد أهم 3 values من ال values اللي قدامك دول سريعا كده. family العيلة، friends الأصدقاء، money فلوس، travel السفر، health الصحة، freedom هي الحرية، success النجاح، learning التعليم، comfort هي الراحة، stability الاستقرار، adventure هي المغامرة، passion هو الشغف، recognition هو التعرف على الحاجات الجديدة، peace السلام، community ان انا اكون وسط ناس كويسة، الفن المتعة، الكرياتيفيتي هي ال ايه ما علينا helping others ان انا اساعد الناس، respect الاحترام، independence الاستقلال. ممكن نحدد اهم 3 ورتبهم من الاهم في الاقل اهمية، واكتب في الشات. الابداع، ميرسي جدا. في نفس المسج نختار 3 اهم 3 قيم، ونرتبهم من الاهم في الاقل اهمية. محتاجة كله أعمل إيه؟ إحنا كلنا محتاجينهم كلهم وزيادة عليهم 13,000 فاليو، بس أنا بختار الأهم 3 بالنسبة لي دلوقتي. شكرا لكل الناس اللي كتبت. حاجة أخيرة عشان ننهي السلايد دي. آه لو أنت بعد سنة، سنتين، شهر، شهرين، 5، 10 سنين الفاليوز بتاعتك اتغيرت، أو حتى على الأقل ترتيبها اتغير، فأنت مش شخص بتتغير مع الوقت، او مش ثابت على مبادئك، او مش ثابت على قيمك والكلام ده، لا خالص. القيم بتاعتنا او الفاليوز دي اللي قدامك دول واللي شبههم، اللي هم بعيد بقى عن الصدق والامانه والاخلاص والكلام ده، انا بتكلم على الفاليوز اللي قدامنا دي، بتتغير مع الوقت وبتتغير مع الظروف. فانا ممكن دلوقتي انا شاب في الجامعه، فانا بالنسبه لي التعليم مثلا التعليم مثلا والفن والفريندز هم اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي. اتخرجت من الجامعه، عندي مسؤوليه، عايزه اكون نفسي، فالماني بقت اول حاجه دلوقتي. كونت نفسي، اتجوزت، بقى عندي اطفال، فالفاميلي هي اول حاجه دلوقتي. كل مرحله وكل توقيت وليه الفاليوز بتاعته. فالاهم ان انت بس الوقت ده، الفتره اللي انا فيها دلوقتي دي، ابقى انا عارف الفاليوز بتاعتي، عشان لما تجيلي حاجات كتير محتاجه قرارات سريعه ومهمه ومصيريه، محتاجش وقت كتير عشان اقرر، وفي الاخر ممكن اخد قرار غلط، لانه انا مش عارف اساسا انا ايه اللي بيحدد القيم بتاعتي. شكرا لكل الناس اللي كتبت، وكل الردود الموجودة في الشات تحترم ايا كان الترتيب بتاعك. فاحترم الفاليوز بتاعتك، ومحدش ليه علاقة ولا حد ليه يعني الحق ان هو يعلق عليهم اساسا. يلا نلعب. اللعبة دي بتقول true or أو true versus myth. اللعبة دي بتقول ايه؟ انا هعرض لك جملة على السكرين،
وانت تقول لي الجمله دي انت شايفها هي ترو ولا ميث، يعني الجمله دي حقيقيه وواقعيه ولا هي مش واقعيه، او هي تبان حقيقه بس هي مش عمليه، يعني لما ننزل على ارض الواقع لا مش صحيحه خالص. فمن فضلكم في الشات كده نكتب ترو او نكتب ميث. تمام. واول جمله بتقول your career path must be linear. linear يعني خط مستقيم، فالكارير باث بتاعك لازم يكون على خط مستقيم. يعني ايه؟ يعني اتعلمت حاجة فاشتغلت فيها فكملت فيها فترقيت فيها فبقيت استشاري فيها مثلا، هي خط واحد بس. فهل لازم الكارير باث بتاعي يكون linear؟ true ولا myth؟ لا خالص مش لازم. لا مفيش حاجة اسمها true and myth، هي يا true يا myth، نختار حاجة واحدة. يعني ايه linear؟ يعني هي في خط مستقيم. انا اتعلمت حاجة فدخلت الكلية بتاعتها فاشتغلت فيها فبعد ما اشتغلت فيها اترقيت فيها فكملت حياتي فيها، هي خط واحد. ماشي. معظم الناس بتقول ماس ده اذا ما كانش كلهم. ما حدش بيشتغل لا في ناس بتشتغل بشهادتها عادي. بصوا هي ترو لا سوري، هي ماث ولكن احيانا بتبقى ترو عادي. يعني ايه؟ يعني في ناس بتبقى دخلت علمي علوم وبعدين بتدخل كلية علاج طبيعي، وبعد كده ب... يعني خلاص بتاخد كورسات علاج طبيعي، وبعدين بتفتح عيادة علاج طبيعي أو مركز علاج طبيعي، وبعدين بيبقى دكتور علاج طبيعي، وبعدين بيبقى دكتور مثلا أشطر، وبعدين بيفضل بقى دكتور علاج طبيعي طول حياته عادي يعني. ده كده لينير عادي. بس هي الفكرة في كلمة ماست. هي الكلمة فكرة، يعني الكلمة ايه؟ الفكرة في كلمة ماست. هل لازم يكون كده؟ لا مش لازم. عادي ممكن ادخل علمي علوم، وبعد علمي علوم ادخل حاسبات، وبعد ما ادخل حاسبات اشتغل ديجيتال ارت في الديجيتال ارت عادي جدا. مفيش اي مشكلة، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. فانا ممكن ادخل كلية طب واشتغل دكتور واعيش واموت دكتور، وممكن ادخل حاجة وبعدين اتخرج ادخل في حاجة تانية واعمل شيفت كارير والدنيا تمشي وابقى شاطر، مفيش اي مشكلة. خلاص. بس هي الفكرة بس هي مش عشوائية لهذه الدرجة، محتاجة حسابات كتير ومحتاجة مسؤولية ومحتاجة وعي. بس انا بتكلم انه هل لازم اكون ماشي على خط مستقيم؟ الإجابة هي لا مش لازم. ممكن لو حصل معاك فأوكي ربنا يوفقك، بس مش لازم. طيب الجملة اللي بعدها نكتب في الشات يلا. والجملة التانية بتقول self awareness is the foundation of good career planning. معرفتك بنفسك هي أساس تحديد كارير أو التخطيط الجيد للكارير بتاعك. لما تعرف نفسك صح وتعرف نفسك كويس هتعرف تخطط لمستقبلك ولكاريرك ولحياتك المهنية بشكل أحسن بكتير. عارفين لو شفت حد كاتب مثل حلو خالص، كل الناس كاتبة true. ليه؟ لأنه بجد ده اللي بيفرق. لأنه كل الرحلة اللي احنا ماشيينها دي أساسا هي عبارة عن إن أنا بكتشف نفسي. ف يعني من بعد ما اتخرجت المفروض انه خلاص انا بقالي 4 سنين في الكليه، وطول ال4 سنين انا عشان حاسبات، فحاسبات ممكن يشتغلوا من هم في الكليه عادي، بتحصل يعني. فكانوا البيت بيسالوني انت مش هتشتغلي بقى ولا ايه؟ ولا انا بشتغل اوريدي من فرقه تانية. عموما انا بشتغل من فرقه تانية بس حاجه بره المجال بتاعي. فقالوا لي هتشتغلي امتى في المجال بتاعك؟ قلت لهم يا جماعه سيبوني انا في فتره اكسبلوريشن، واقعد اعمل لهم كده. بعد ما اتخرجت عدى شهر في التاني في التالت، ها يا سلمى هتشتغلي في المجال بتاعك امتى؟ اقول لهم استنوا سيبوني دلوقتي انا في فتره اكسبلوريشن. فكانت حتى ماما تقول لي ايوه وبعد يعني لغايه امتى الاكسبلوريشن ده؟ اقول لها براحتي عادي، مش انا بتعلم. اكسبلوريشن يعني اكتشاف، اكسبلوريشن يعني اكسبلور اللي هو بيكتشف. فانا في مرحله اكسبلوريشن، يعني انا في مرحله اكتشاف، انا بكتشف ذاتي، بكتشف نفسي، بكتشف مهاراتي. امتى اكون مش كويسه، امتى اكون كسوله، امتى اكون مش يعني مش تمام، الدنيا مش ماشيه معايا كويس، لما ابقى قاعده ما بعملش حاجه. انما انا من اولى جامعه لغايه الان يومي ممكن يكون
حقيقي ممكن ما يبقاش في وقت ان ناكل، ده بيحصل يعني. فا اوكي تمام يعني. شكرا يا حميد والله. ربنا يخليك. طول ما انا بالظبط، لما بطل احاول اكتشف نفسي وبطل احاول ان انا اكون مجتهد، وقتها انا كده هكون فاشل. غير كده انا ناجح جدا، انا ناجح جدا. بالعكس انا شجاع ان انا بحاول ان انا اوصل للشغل اللي يبسطني وفي نفس الوقت يجيب لي فلوس تكفيني، وفي نفس الوقت ابقى مميز في الدنيا وبأثر وبعمل حاجة يعني. قول يا حميد ايه السؤال؟ افتح المايك يا حميد واسأل. تمام. السؤال بقى، هل معنى ان انا بدور على حاجة تكون هي مثلا مصدر راحتي وفي نفس الوقت بتجيب لي فلوس كتير، ان انا ليا الحق ان ارفض شغل كتير جدا حتى لو هيوفر لي مثلا الجزء المادي بس مش هيوفر لي السعادة؟ بص، هي دي بتعتمد على احتياجاتك انت. يعني انا لو طالب في الكلية وانا اوريدي احتياجاتي ملباة ومش محتاج دلوقتي ان انا اجيب فلوس ومعليش مسؤوليات، فانا عندي رفاهية ان انا ادور براحتي على الشغل اللي يبسطني، فتمام. انما لو انا محتاج فلوس، فلا، انا لازم دلوقتي اجيب فلوس، فانا لازم اشوف الشغل اللي معروض لي دلوقتي ايا كان هو ايه. وبجانب الشغل ده لو عندي وقت زيادة، اوكي هحاول ان انا ادور على الشغف بتاعي او ادور على الحاجة اللي انا بحب اعملها واطور نفسي فيها لغاية ما الاقي شغل بحبه. وواحدة واحدة وبعقل برضو وباستراتيجي معينة كده، بنقل من الشغل ده للشغل ده. ما بسيبش الشغل الاولاني المستقر اللي انا ضامنه واروح الشغل التاني الا وانا متاكد ان الشغل التاني ده هيجيب لي فلوس تمام. فهي بتعتمد على ظروفك انت. يعني فعليا لازم ابقى ماسك في حاجة لحد ما الاقي الحاجة المناسبة ليا. بالظبط بالظبط اه. لازم تبقى انت واقف على ارض صلبه وانت بتدور على الحاجه اللي انت عايز تعملها. تمام تمام. تمام. بعد كده السؤال بقى اللي احنا بقالنا شويه عايزين نجاوب عليه، هو انا لازم اكون فريلانسر؟ والحقيقه انا مش عايزه اجاباتكم هنا. انا عايزه اتكلم يعني. لا دي مش ترو مس. اه صح دي ترو مس، بس تصدقوا صح انا مش واخده بالي انها ترو مس. طيب في ناس كاتبه ترو في ناس كاتبه مس، بس تعالوا كده نشوف. يعني انا عايزه اقول حاجه. آه لا، مش لازم اكون فريلانسر. طيب سلمى، هو انا اعرف ازاي؟ انا it depends on the person. انا مش واخده بالي مين اللي كتبها. الرساله طارت بسرعه بس شكرا. it depends on the person، او هي تعتمد على الشخص. وشكرا جدا للي كتب كده، او شكرا لاي حد بيفكر كده. بتعتمد على الشخص. في حد ممكن يشتغل فريلانسر يكسب ذهب، وفي حد ممكن يجرب يشتغل فريلانسر يخسر كل حاجة. كل حاجة. ليه؟ لأنه الفريلانسنج هي طريقة للشغل يا شباب. مفيش حاجة اسمها انت بتشتغل ايه، انا بشتغل فريلانسر. كأن حد كده بيقول لك انت بتشتغل ايه، فانت بتقول انا بشتغل فول تايم. ايوه، ايه فول تايم؟ بتشتغل ايه فول تايم؟ والله بشتغل فرونت اند انجينير. خلاص تمام. انت بقى بتشتغل فرونت اند انجينير فول تايم بارت تايم فريلانسنج، دي طريقه للشغل. دي طريقه للشغل تمام. طيب، ففي ناس بتبقى مناسبه ليها الفول تايم، وفي ناس بيكون مناسب ليها الفريلانسنج، زي ما في ناس مناسب ليها الريموتلي، وفي ناس مناسب ليها الاون سايت. ريموتلي ان انا اشتغل من البيت او من اي مكان، مش لازم انزل المكان بتاع الشغل. وفي ناس بيبقى بالنسبه لها لا، انا لازم انزل مكان الشغل. اقول لكم على حاجه، معظم الناس او يمكن يعني تقريبا يعني معظم الناس تقول يا لو الواحد يشتغل ريموتلي من البيت، حتى لو في شركة، حتى لو مش فريلانسنج بس من البيت. انا كسلمى، فكرة ان انا اشتغل ريموتلي دي بالنسبة لي قاتلة. ما تنفعش. وانا بقولها اهو، انا كسلمى الحسن ما ينفعش اشتغل ريموتلي الا يعني لو في توقيت معين مثلا، او لفتره معينه وهرجع تاني. او مثلا بشتغل ريموتلي مثلا يوم يومين ثلاثه في الاسبوع والباقي من الشركه. ما ينفعش اشتغل ريموتلي، انا لازم انزل اتقابل مع ناس، لازم. طب انا عرفت ده امتى او عرفت ده ازاي؟ عرفت ده لما انا عرفت نفسي شويه.
عرفت ده لما انا عارفه دور جوه نفسك تلقى نفسك. انا بقى قعدت انا ونفسي، قعدنا عملنا نقاش انا وانا، وقعدنا نتكلم، وقعدت انا بقى اتكلم وهي ترد عليا لو انا برضو، وقعدنا نتناقش كده وناخد وندي في الكلام. فلقينا وصلنا في الاخر انه لا يا سلمى انت ما ينفعش تشتغلي ريموتلي. ليه؟ لانه انت بتتخنقي. في حد تاني لا، الريموتلي ده بالنسبه له احسن حاجه في الدنيا. طب آه، مين صح فينا ومين غلط؟ لا حد صح ولا حد غلط. طب ممكن تعرفينا اكتر عن الفريلانسنج كده؟ هو ايه كويس فيه وايه الوحش، عشان انا اشوف انا شخصيتي لايقه على ايه بالظبط. بص، آم، هنقول ان الفريلانسنج ليه ادفانتجز او مزايا ومش عيوب، هي تحديات challenges. ليه مزايا وليه تحديات. من ناحيه الفلكسبيليتي او المرونه، انت في الفريلانسنج ملك، تشتغل في الوقت اللي انت عايزه، في المكان اللي انت عايزه، بالطريقه اللي انت عايزها. عايز مثلا الشهر ده تشتغل الشهر الجاي ما تشتغلش، ماشي. الشهر مثلا او في شهر 8 في اسبوعين دول مصيف فما بتشتغلش فيهم، ماشي. بتشتغل طول السنة وبتيجي من اول جولاي لغاية سبتمبر بتروح الساحل فما بتشتغلش، براحتك. انت ملك يا باشا، اعمل اللي انت عايزه. ولكن كتحدي للموضوع ده، انت ما عندكش جدول ثابت. مفيش جدول، مفيش وقت معين كده او جدول معين. انا مثلا يعني عارفين لو حد شغال في فول تايم مثلا فهو لغايه الساعه 5 او 6 بيشتغل، من بعد 6 ده وقته، ما حدش يكلمه، ما حدش يطلب منه شغل، ده مش الوقت بتاع الشغل بالنسبه له. على عكس حضرتك كفريلانسر، لا انت مفيش وقت معين او مفيش سكادجول او جدول معين للشغل. الا لو انت بقى حد منظم قوي 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 وعامل الجدول ده، بس ده صعب قوي يعني. في نفس الوقت عشان تعمل فصل ما بين البيرسونال لايف او الحياة الشخصية والشغل ده بيبقى صعب جدا. فبتلاقي الفريلانسر بيشتغل وهو في البيت، وبيشتغل وهو قاعد على القهوة مع اصحابه، وبيشتغل وهو في المصيف، بيبقى هو في البول وحاطط اللابتوب على يعني بره البول كده بيشتغل. بيشتغل وهو في العربية، بيشتغل طول الوقت. يعني هو حتى لو خلاص داخل ينام تلاقيه بيخلص كام كول او بيبعت كام ميل وبعدين داخل ينام. فهو بيشتغل طول الوقت، مش عارف يفصل ما بين الحياة الشخصية وما بين الشغل. فده برضو تحدي كبير. وفي نفس الوقت وانت تاني لما كنا بنقول انت فول تايم، انت شغال لو مديرك كلمك الساعة 8 وما ردتش عليه، معلش يعني غالبا مش هيبقى في مشكلة لانه انا بره الشغل دلوقتي. انما لو الكلاينت اتصل عليك الساعة 2 الفجر والكلاينت ده بره مصر، فانت 2 الفجر 2 الفجر دي 4 الفجر عندك، هي 3 العصر عنده، فما فيش مشكلة، انت لازم ترد. ميزه كمان وهي الكنترول، انت اللي بتمانج كل حاجه يا ريس، انت اللي بتكنترول وبتتحكم في كل حاجه. انت اللي بتختار الكلاينت. انت ممكن عميل معين تختار تتعامل معاه وعميل تاني لا. والله العميل ده فلوسه حلوه، خلاص تمام. العميل ده هندي انا مش فاهم كلامه، خلاص مش شغال معاه. البروجكت ده لذيذ حلو يجي منه. لا البروجكت ده خنيق وتفاصيله كتيره، براحتك. انت اللي بتسعر، انت اللي بتحط اسعارك، انت اللي بتحط الدنيا كلها، انت اللي تحدد التايم لاين بتاع البروجكت، انت المانجر. طب التحدي، والله حضرتك كمانجر مسؤول عن الماركتينج ومسؤول عن الادمنستريشن ومسؤول عن الفاينانسز ومسؤول عن حتى عارفين الاوفيس بوي اللي بيعمل كوبايات الشاي والقهوه، انت الاوفيس بوي كمان. فانت الشركه كلها، من اول المانجر لغايه اي حد، لغايه كل الناس، انت الشركه بحالها. فانت المسؤول عن كل حاجه، انت اللي بتماركت لنفسك، وانت اللي بتبيع شغلك، وانت اللي بتكلم العملاء، وانت اللي بتتناقش معاهم، وانت اللي بتتخانق معاهم، وانت اللي بتسلم، وانت اللي بتستلم، انت اللي بتعمل كل حاجه. وفي ناس ما بتعرفش تشتغل غير فوقيها حد، تمام. ولو احنا قاعدين في مكان اوفلاين، والله احنا لو قاعدين دلوقتي اوفلاين وانا قلت لكم يا جماعه مين هنا يرفع ايده اللي مثلا ما بيعرفش يشتغل غيره وفوقيه حد، هتلاقوني انا رافعه ايدي الاثنين ورجليا اليمين بجد. لانه انا كده بحب يبقى في حد فوقي هو اللي بيديني التعليمات وهو اللي معايا في الموضوع. فدي حاجه هتكون صعبه. انت ده تحدي بالنسبه لك ان انت تكون ديسيبلند او ملتزم، عندك التزام، لان مفيش حد فوقك، خلاص الموضوع مسؤوليتك بالكامل. الفرايتي او التنوع
ان انت ممكن تشفت كارير، ممكن تشتغل على بروجكتس مختلفة، ممكن تشتغل على حاجات مختلفة مع عملاء من جنسيات مختلفة، مع مشاريع من فئات مختلفة، بتتعلم سكيلز مختلفة. التحديات ان انت طول الوقت عايز تكون بتتعلم حاجات جديدة وبتشتغل في حاجات جديدة. السويتشنج او المالتي تاسكينج بيبقى صعب شوية، ان انت بتتعامل مع كلاينتس مختلفين من جنسيات مختلفة، كالتشرز او ثقافات مختلفة. ده عايز مهارات عالية قوي 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 في الفريلانسنج. حلو. فتاني احنا مش بنقول مزايا وعيوب، احنا بنقول مزايا وتحديات. البروفيشنال جروث في الفريلانسنج انت هتعلى بشكل كبير جدا، لانه التعامل مع ثقافات مختلفة ومشاريع مختلفة وشركات مختلفة وكل الكلام ده بيعلي المستوى بتاعك تكنيكالي ونون تكنيكالي بشكل كبير جدا. التحدي انه مفيش حد بيعلمك، انت بتنمو لوحدك. بالنسبة للإنكم هتلاقي إنه في الفريلانسنج ما شاء الله أنت ممكن في بروجكت النهاردة بتاخد 100 جنيه، البروجكت بتاع كمان سنة أنت بتاخد $1000، بروجكت كمان سنتين أنت بتاخد $10,000. في كده، عارفين يا جماعة لما يكون مفيش سقف، مفيش سقف للفلوس. يعني أنت لو بتقدم على شغل ففي expected salary، أنت بتقول لهم والله أنا عايز مثلا 7، فهم يقولوا لك إحنا هنديك 8. انت مثلا تقول لهم عايز 15، يقولوا لك والله احنا اخرنا 13. في الفريلانسنج مفيش سقف، مفيش سقف خالص، انت منك للسما بقى عادي. ولكن تحدي، والله انت ممكن النهارده معاك فلوس، بكره مش معاك. الشهر ده فيه شغل، الشهر الجاي مفيش. السنه دي في مشاريع، السنه الجايه مفيش مشاريع. فعدم الاستقرار ده ده تحدي. تمام. اخر حاجه الكوميونيكيشن والكلاينت ريليشنز. انت في كادفانتج يعني، او كميزه، الفريلانسنج بيخليك تعمل كونكشنز او بتعمل نتورك مع كميه ناس جامده كتيره جدا، ومن جنسيات مختلفه ولهجات مختلفه وثقافات مختلفه وناس تقيله. انما في الشركات لا، انت بتتعامل مع التيم بتاعك، التيم اللي بيشتغل جنبكوا، الشركه اللي بتتعامل معاكوا، المدير بتاعك ومديره بالكتير. مفيش الكوميونيكيشن الجامد قوي ده. كتحدي بقى، انت المسؤول عن الكوميونيكيشن وعن الفولو اب وعن حل المشاكل وعن النقاشات وعن كل الحاجات دي. فالفريلانسنج هو حاجة تقيلة جامدة صعبة، مش سهلة، محتاجة حد ملتزم، محتاجة حد عارف يعني عارف نفسه كويس وعارف يكنترول نفسه كويس، عنده التزام عالي قوي، قادر يعيش الحياة دي. ده لايف ستايل يا شباب، ده لايف ستايل. في ناس بالنسبة لها موضوع الريموتلي لايف ستايل تحفة، وفي ناس لا. وبرضه في ناس الفريلانسنج لايف ستايل حلو وفي ناس لا. فمن فضلك وانت بتتعلم ازاي تشتغل فريلانسنج، من فضلك بس خلي بالك من التحديات دي، عشان لما تقابل او تخبط في حاجة فيهم ما تحسش اللي هو ايه ده، انا مش عارف اكون فريلانسر ولا ايه. لا، هو ده بس تحدي من ضمن تحدياته، عرفت تعديه تمام. لقيت ان شخصيتك بعيدة قوي عن الموضوع، فمش لازم تكون فريلانسر عشان تكون ناجح. تمام. احنا في السلايد 32. لا، ما هو معلش ثواني، لا مفيش 32 ولا حاجه، احنا 12 لسه بس هم مش 89 ولا حاجه. انا السلايد دي كبيره قوي يعني، ده الكامب كان اسبوع، احنا عندنا يومين بس منه، فاحنا ما تقلقوش يعني، عشان بس الناس اللي بتخض من الارقام. الفريلانسر مايند سيت احنا قربنا نخلص على فكره، احنا محتاجين تلت ساعه كمان تقريبا. الفريلانسر مايند سيت بقى، او عقليه الفريلانسر، هو الشخص اللي قادر يظبط كل الكلام اللي احنا قلناه اللي فات ده. تمام. قادر يتعامل وقادر يهندل كل الكلام ده، قادر يتعامل مع شتى أنواع المواقف، بشتى أنواع السبل والمهارات، مع شتى الشخصيات مثلا بتاعة العملاء. هتلاقي عميل كل همه الفلوس، وهتلاقي عميل شايف نفسه الكل في الكل وعارف كل حاجة في الدنيا. هتلاقي عميل مقتنع بيك جدا، وهتلاقي عميل مش مقتنع بيك بجنيه. هتلاقي عميل جاي لك عشان سمع عنك، وهتلاقي عميل جاي لك عشان شايف ان انت هتديله ارخص سعر. هتلاقي عميل عايز الشغل اللي انت عايز تديهوله ده برخص التراب، وتلاقي عميل تاني عايز يديك عينيه. هتلاقي حد عايز بسرعة جدا. لا لا، انت اسبوع ايه، هم 3 ايام وربع والبروجكت يكون خلصان.
وتلاقي كلاينت تاني انت اللي عايز عمال تقول له يا عم خلصني اديني الريكويرمنتس عشان اشتغل، وهو مش هنا اساسا، هو بالنسبه له في الطراوه خالص. هتلاقي كلاينت متعب، وهتلاقي كلاينت مريح، وهتلاقي كلاينت قليل الذوق، وهتلاقي كلاينت محترم جدا، هتلاقي كلاينت بيتهرب كده، تلاقي ان هو بعد ما اتفقتوا على كل حاجه انت مش عارف تلاقيه. وكلاينت تاني مثلا كل شويه غير كلامه. انت متخيل ان انت لازم تهندل كل دول؟ انا مش بسودها في وشك، انا مش بكرهك في الموضوع، انا بوريك الموضوع. انا سهل قوي اخش اقول لكم بصوا الفريلانسنج ان انت بتعمل كذا وتقبض بالدولار وتعمل مش عارفه ايه، بصي اعمل اكونت، بص دخل هنا اسمك واليوزر نيم والباسورد، وهتلاقي بص دول العملاء ودول المشاريع، عيش حياتك بقى، البس. وهتلبس فعلا، يعني كلنا لابسين. بس الفكره ان انا عايزه بس اوريك الموضوع بصورته، بحيث ان انت تبقى داخل وفاهم انت داخل على ايه. تمام. في شويه مهارات لازم تبقى عندك. طبعا السوفت سكيلز هي حاجه كبيره قوي وبحر يعني، بس خلينا نقول انه الفريلانسر فيه شويه مهارات كده لازم يكونوا عنده. ما ينفعش ما تكونش عنده المهارات دي. زي ايه؟ ممكن نكتب في الشات كده، تفتكروا ايه اهم المهارات اللي لازم حتما ولا بد تكون عند الفريلانسر؟ لباقة، قيادة، تواصل، إقناع، صبر، تفاوض، ثقة، طولة البال، تفويض، إقناع. حلو التفويض ده، مين اللي قال التفويض؟ شكرا يا دعاء، ميرسي. حل المشكلات، روح رياضية، التزام، حزم. حلو جدا. عجبني عجبني الاختلاف في المهارات اللي انتوا كاتبينها. قال لما حد كتب برزنتيشن مثلا ولا حاجة، في حد كتب التحدث، وفي حد كتب التفاوض. شكرا يا انجي. جماعة في برزنتيشن كمان، او اللباقة. ماشي يا فرح، برضو كان في حد في الاول كتب اللباقة. والله لا اجيبه، ثواني، فين اللي قال اللباقة؟ شاهد آلة التحدث برضو. حد قال اللباقة، عايزة اجيب اسمه. حميد، شكرا يا حميد. طيب كل السكيلز اللي انتوا كاتبينها دي كلها فعلا مطلوبة. طبعا احنا لو تاني، انا بقول لكم تاني، الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي انا بتكلم فيها بالتفصيل في الكورسات 6 7 شهور المانجمنت. شكرا يا نور. فاحنا دلوقتي بس بناخد شوية سمعة كويسة. ميرسي يا محمد والله. والله حميد مش حامد، عشان تعبت من الاسم ده. يا حميد، انا في ناس بتقول لي انا في كلاينت هندي. طب والله لا اقول لكم بجد، معلش يعني، في كلاينت هندي كان يعني كنت انا في ميتنج انا وواحد زميلي اسمه محمود، فهو خلص الميتنج وبتاع فقال ثانك يو محمود، ثانك يو سلام احسن، وقفل ومشي. سلام احسن دي مش سلام احسن اللي هو سلام، لا سلام احسن دي سلمى الحسن. فانا كنت عايزه اقول له تعالى هنا تعالى هنا بس كده، تعالى. ايه سلام احسن دي؟ يعني ايه؟ ولكن الراجل كان هندي يعني، مش مشكله يعني. لا يعني اسمي متعب شويه، ما علينا ما علينا. المهم، فكل المهارات دي فعلا القدره على التكيف وحل المشاكل. والله كل المهارات اللي انتوا كتبتوها مهمة جدا. اللغة مهمة جدا جدا يا فارس، برضو اللغة مهمة جدا، بس أنا بتكلم على سوفت سكيلز. اللغة دي حاجة تانية، يعني اللانجوج سكيل دي حاجة تالتة خالص، غير التكنيكال وغير بسم الله، غير السوفت. طيب نسيب الشات بقى ونركز كده. آه خلينا نركز النهاردة على الكوميونيكيشن وعلى البرزنتيشن. تمام. ليه؟ علشان ممكن يكون حد مش بيعرف يتفاوض قوي، بس الدنيا تمشي معاه في الأول لغاية ما يتعلم. ممكن حد ما يكونش عنده مثلا القيادة، الليدرشيب. مهارة مهمة، بس ممكن حد ما يكونش عنده ليدرشيب ويبقى فريلانسر كويس برضو، لو هو مش هيعمل تيم، لو هو بس بيعرف يمانج البروجكت نفسه بتاعه، وبيعرف يمانج نفسه، فهيعرف يسلك. انما كوميونيكيشن، حد مش شاطر في الكوميونيكيشن، فالفريلانسنج بالنسبة له هيبقى عقبة، يعني هيبقى صعب قوي. انا مش عارف اتواصل اصلا. فانا هفهم الكلاينت ازاي؟ هفهمه وجهة نظري ازاي؟ هسلم واستلم ونتناقش مع بعض ازاي؟ الكوميونيكيشن هي حاجة أساسية في أي شغل، في الحياة عموما.
الكوميونيكيشن مهم عشان نتعامل مع الناس اللي في بيتنا اساسا. تمام. فمهارة مهمة جدا جدا جدا. طب ممكن سريعا سريعا كده تقولي لي الكوميونيكيشن مهم في ايه بالظبط؟ تعالوا كده نسيب دي ونرجع لها تاني. الكوميونيكيشن مهم ان انت بتبيلد تراست. ازاي؟ آه وانا بتكلم معاكم او وانا بتواصل معاكم، انا ممكن طريقة كلامي تخليكم تثقوا فيا بشكل ما. ليه؟ لانه طريقة كلامي ممكن توصل لك قد ايه انا آه صادقة في الكلام، وقد ايه انا يعني عارفة انا بقول ايه وواثقة في نفسي. فثقتي في نفسي ممكن توصل عن طريق صوتي، ممكن توصل عن طريق البادي لانجوج بتاعتي. وانا عايزه اقول لكم ان انا قافله الكاميرا بس انا ايدي بتتحرك ووشي بيتحرك يعني انا البادي لانجوج شغاله معايا، مش عشان قافله الكاميرا فخلاص يعني. avoid misunderstandings، انه ممكن حد يكون بيتكسف شويه في الكلام. ف في حاجه مهمه جدا الكلاينت قالها بس هو ما فهمش، يعني ما فهمش كويس المقصود، وبالتالي هيعمل حاجة عكس اللي الكلاينت عايزها. تمام. فكل ما الكوميونيكيشن كان أبسط وأوضح، كل ما كان ده بيفيدك انت أكتر والبروجكت أكتر، وبتخلي الكلاينتس يبقوا معاك أحسن. مانج الاكسبكتيشنز. فاكرين في الأول لما قلت لكم أنا هبقى غلطانة جدا لو قلت لكم بصوا احنا هنخرج من السيشن النهاردة بنشتغل فريلانسنج؟ ما ينفعش. لونج تيرم كلاينتس معناها انه بيكون في كلاينت معايا انا بطريقه الكوميونيكيشن بتاعتي. انا لسه ما قلتش شطارتي، ما قلتش التكنيكال سكيل، ما قلتش البروجكت عامل ازاي، ما قلتش كواليتي. انا من طريقتي بس اخلي فيه لونج تيرم كده ريليشن شيب مع الكلاينت. فبدل ما يقعد يدور على فريلانسرز تانيين، يجي لي في كل مره يحتاج الشغل ده، يجي لي في كل مره. انت ممكن يكون في بقال على يمين بيتكو وبقال على شمال بيتكو، انت بتحب اللي على اليمين ليه؟ معرفش. نفس كيس المكرونه ونفس كيس الصلصه ونفس الزبادي ونفس اللبن، بس الراجل اللي على اليمين ده بشوش، ما تفهمش يعني انت بتحبه اكتر. فمن طريقه كلامه وتعامله معاكو بتحبوا البقال اللي على اليمين اكتر من الشمال، مع ان نفس الحاجه. خلاص. ف الكوميونيكيشن ممكن يكون سبب انه تكسب اكتر ويجي لك عملاء اكتر بمجرد الكوميونيكيشن. تمام. ايه تاني؟ انا رحت فين؟ انا هنا صح. أم... لو انا عايزه يبقى عندي professional communication، لازم اسال اسئله واضحه. اسال اسئله واضحه وما اتكسفش. كل ما اسال اكتر، كل ما الكلاينت يتكلم اكتر، كل ما هفهم دماغه اكتر. لازم يكون في لغة بسيطة. ما ينفعش يكون قدامي مثلا عميل بسيط، راجل كبير في السن، ست مش متعلمة قوي، حد عايز حاجة بسيطة، واقعد انا بقى اكلمه بالانجلش واقعد اكلمه بالمصطلحات واكلمه بالمصطلحات الشغلانة، وهو اصلا لا يفقه اي شيء. لا، نخليها كلير وسيمبل كده عشان الناس تفهم قصدنا. دايما يكون في بوزيتيف تون، يعني مش كل كلامي يكون سلبي. انا ممكن اكون بتكلم في حاجه صعبه شويه، بس طول كلامي لا ان شاء الله هتكون سهله، الدنيا بسيطه، ما تشغلش بالك، كل حاجه هتبقى تمام. انت بس قول لي الريكويرمنتس بتاعتك وسيب الباقي عليا. البوزيتيف تون دي بتخلي الشخص اللي قدامي يستريح. حتى لو انا يعني انا مش بكذب، انا بس بتكلم بايجابيه، فالشخص اللي قدامي هيكون مرتاح. نسمع 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 نسمع، ما نقطعش الكلاينت. مع انه انا والله انا بعتبر ان انا كسلمى من الناس اللي بتحب تسمع يعني. بس انا النهارده قطعت كلاينت من اللي كانوا معايا بصراحه، واتضايقت من نفسي. اللي هو انت ليه ما سبتيهوش يكمل كلامه؟ هو فعلا طلع بيسأل سؤال غير اللي انا جاوبته خالص. فكنت سيبيه يتكلم، ايه الاستعجال ده؟ فلا، نسمع يا شباب. تسمع عشان كل ما بتسمع اكتر كل ما بتفهم اكتر الشخص اللي قدامك. واخيرا الرد يكون سريع. الرد يكون سريع. انا ممكن اختار فريلانسر عن التاني، لانه الفريلانسر الاولاني ده بيرد عليا بسرعه، ما بيسيبنيش اهبط دماغي في الخيط. كل ما ببعت له بيرد عليا، حتى لو هيقول لي معلش انا مشغول بس اديني ساعه بس، رد عليا، ما سابنيش وما طنشنيش. تمام. طيب. أم... طيب خلينا نعدي دي بسرعه بسرعه بسرعه. ان انا احط الباوندريز صح، وان انا مانج الاكسبكتيشنز صح. لازم يا جماعه اديفاين السكوب بشكل احسن. انا شايفه ان السكرين دي هتكون احسن بكره.
طيب خلينا نتكلم فيها بكره، انا شايفه كده. طيب ده بالنسبه للكوميونيكيشن. بالنسبه للبرزنتيشن، ايه البرزنتيشن؟ حاجه مهمه جدا. انا لو مش عارف اعرض نفسي كويس مش هعرف يعني اشتغل بشكل كويس. خلاص انا محتاجه 5 دقايق. انا شايفه في ناس مستمتعه وناس زهقانه، فمش زهقانه، هما جاعوا، فحقكم تجوعوا بصراحه، انا نفسي جوعت. بس ادوني 5 دقائق. تمام. اللهم صل على النبي. اه كنا بنقول انه خلاص خلصنا الكوميونيكيشن الى حد ما، قلنا ان هو قد ايه مهم. طب سلمى معلش سريعا قبل ما ادخل في البرزنتيشن، انا الكوميونيكيشن بتاعي عايز يتولع فيه بجاز، اعمل ايه؟ آه، ارمي نفسك في الميه. انزل اتعامل مع بشر. انزل اتعامل مع بشر. عارف، مش هقول لك مثلا ان حد مش بيعرف يعوم فنرميه في البحر، تمام؟ لا، عارف انت الشخص اللي ما بيحبش الحسابات، ما بيحبش يحسب، تمام؟ فهو عايز يتعلم يحسب، فنعمل ايه؟ نقعده في الميكروباص اول كرسي، ونقول له ادفع الاجره انت، لم انت الاجره. هيكره حياته اول شهر، بس بعد شويه هيكون بيعرف يلم الاجره. تمام. فنفس الفكرة، انت مش بتعرف تتعامل ومش بتعرف تتكلم وبتتكسف او بتتلعثم في الكلام. الانجليش مثلا النطق عندك مش احسن حاجة، والله العظيم ما هيحصل اي حاجة لو جيت تتكلم قدام الناس وتلخبط. والله العظيم بصوا، قالها صلاح ابو المجد، الحتة دي عجبتني قوي. الناس بتخاف من البرزنتيشن عشان بتخاف من الاحراج. فمثلا بخاف ان انا اتكلم وتلعثم في الكلام فالناس تضحك. المايك. فاخاف ان انا اتحرج. خلاص، فلو اتحرجت يا نهار ابيض، انا ايه الاحراج ده؟ فانا خايفه اتكلم عشان لو اتكلمت وقلت حاجه الناس هتضحك، ولو ضحكوا هتحرج. فانا لو لغيت الاحراج هلغي الخوف، فهتكلم عادي. مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. يعني اصل ايه اللي يحرجني يعني؟ ايه اللي يحرجني؟ انا مره كنت في فرح والعروسه، عارفين لما بنقعد ناكل جاتوه فالعرسان بيطلعوا يرتاحوا شويه وبعدين بينزلوا يكملوا رقص. وزعوا الجاتوه، العرسان طلعوا، نزلوا، العروسه لقينا على الفستان بقعه قد كده لونها بني. ايه يا بنتي ايه اللي حصل؟ طبعا احنا اتخضينا، يعني الفستان باظ. لا ابدا، ده وانا فوق شربت كوبايه قهوه فاتدلقت عليا وراحت كملت رقص عادي جدا، وما حسيتش باي احراج، رغم ان انا كنت مكسوفه لها. والله العظيم انا لو مكانها ممكن يغمى عليا. فستان الفرح باظ. اكمل الفرح ازاي؟ ولكن هي ما كانش عندها اي نوع من انواع الاحراج، فكملت الفرح واتصورت ورقصت واتبسطت، وكان فرح زي السكر. فايه يعني تلعثمت في الكلام ولا غلطت ولا نسيت الكلام في البرزنتيشن؟ انتوا عارفين انا نسيت الكلام النهارده كام مره؟ كتير جدا، ولا باين على فكره، ولا باين ولا ايه ايا كان يعني. حتى لو باين ايه المشكله يعني؟ ايه هيحصل يعني؟ ولا اي حاجه. فتاكت ايزي يا شباب. انا بقول لكم اهو، في اولى جامعه انا رحت لزمايلي قلت لهم انا خايفه حد يقول لي اعملي اكسس على شيت وانا ما اعرفش الاكسس بيتعمل ازاي. قالوا لي ماشي هتعرفي، في حد هيقولها لك اول مره، تاني مره هتنسيها، تالت مره هتعمليها قشطه، عادي يعني، مفيش اي حاجه. فبتخاف من الكوميونيكيشن ده، ادخل في انشطه طلابيه. بتخاف من الحسابات، لم الاجره. بتخاف من الميه، مش عارفه بصراحه، لان انا بخاف من الميه فلسه ما عرفتش ارمي نفسي في البحر بصراحه، فمش هقول لكم ارمي نفسكم. طيب البرزنتيشن بقى خلاص، لغينا الاحراج، هنطلع نتكلم قدام الناس. طيب confident, enthusiastic, credibility او credible, organized. الاربع كلمات دول هم 4 اسرار او 4 مفاتيح لاي برزنتيشن جامده. لاي برزنتيشن جامده. تمام. انا عملت برزنتيشنز بعدد شعر راسي قبل كده، فالبرزنتيشنز بالنسبه لي نقطه قوتي. يعني لو هنقول سلمى شاطره في ايه، لو جيتوا سالتوا مثلا عندي في الكليه هي سلمى الحسن شاطره في ايه، هيقولوا لكم البرزنتيشن. طب ليه؟ الاربع كلمات دول. confident، انه انا واثقه في نفسي. طب هل واثقه في نفسي معناها ان انا مش متوتره؟ اقسم بالله ممكن تكون رجلي بتترعش، مش هقول لك خايفه، مش عارف، رجلي بتترعش بس مش باين، انا واثقه في نفسي تمام، مفيش اي مشكله عادي يعني. enthusiastic معناها آه حقيقي، مش حاجه ملهاش طعم كده، حاجه حقيقيه. يعني خليك حقيقي.
اتكلم بطريقه حقيقيه كده، الكونتنت نفسه، الكلام اللي انت بتقوله، طريقتك في الالقاء، كل حاجه تكون حقيقيه من غير اي مش عارفه الكلمه المضاده بالعربي دلوقتي بصراحه، بس عارفين لما يكون في شكرا يا فرح، مش مصطنعه او مش متصنع. انت بتتكلم بطريقتك، انا النهارده بتكلم بطريقتي وعلى راحتي خالص خالص خالص. انما انت اجتماعي حاول تكون انطوائي، انت صوتك واطي بتحاول تعليه، صوتك عالي بتحاول توطيه، لا براحتك، عادي جدا، اتكلم بطريقتك وبإلقائك، الناس هتحبك. تمام. الكريديبيليتي والاورجنايزيشن او انها تكون اورجنايزد يعني. هنا نتكلم عن الاورجنايزد، بكره نتكلم عن الكريديبيليتي اكتر. الاورجنايزد انها تكون منظمه، مش معناها انها ما تكونش ارتجاليه، مش معناها انها ما تكونش ارتجاليه. الاء او علاء بيقول ازاي نرد على الناقدين كذا مره، سأل السؤال ده كذا مره، فسيبني للاخر، هنقفل الكونتنت وهنرغي مع بعض الاخر لغايه اخر اليوم. اورجنايزد معناها انه السيشن او سوري البرزنتيشن متنظمه او معده، في اللغه العربيه بقى، معده او تم اعدادها بشكل كويس، يعني مش ان انت ماسك ورقه بتقرا منها. فانا النهارده عشان ادخل معاكم البرزنتيشن دي، انا حددت العناوين اللي هتكلم فيها، وحددت التايتلز او الهيدلاينز اللي هتكلم فيها، انما انا مش كاتبه ورقه ولا محضره كلام معين ولا اي حاجه من دي خالص. انا بالنسبه لي كل ما برتجل كل ما بكون براحتي اكتر بجد. مجرد ان انا خلاص ربطت شويه جمل في دماغي كده، اول ما جمله تسبق جمله، مش هقول لك نسيت، لا جمله سبقت جمله، بحس الدنيا باظت. فالارتجال احسن، ولكن مش معنى كده ان انا بكره عندي برزنتيشن عن الفريلانسنج، اوكي ها يا شباب ازيكم عاملين ايه، انا سلمى، النهارده هنتكلم عن الفريلانسنج. بصوا الفريلانسنج ده بصوا يعني هو عمل حر بس خلاص، لا يعني انا حضرت. تمام. فالتحضير ده معناه ان انت بس تكون عارف هتقول ايه، انما ارتجل، ارتجل وخليك براحتك. ماشي. اه ايه تاني؟ يعني communicate ideas. طيب البيرسونال براندنج ده عنوان، ده اخر عنوان النهارده، ولكن انا شايفه ان احنا برضو ممكن نخليه بكره. آم، انا ممكن بكره ان شاء الله هحاول ان انا، والله مش عارفه، انا كسلمى عايزه ان انا اكون معاكم وقت كتير قوي. ماشي لا تمام، عايزه اكون معاكم وقت كتير قوي، بس الفكره ان انا عايزه اقول لكم حاجات كتير مع بعض، فخلي البيرسونال براندنج بكره. واحنا كده خدنا بالظبط ساعتين، فانا شايفه انه الساعتين دول كويسين جدا. ف انا عايزه استاذن بس ندى او الكوردينيتورز اللي معايا، يعني انه لو في حد عايز يخرج يخرج، انما انا عندي استعداد ان احنا ان انا اكمل مع الشباب اللي عايزين يسالوا كام سؤال. انما انا خلصت المحتوى بتاع النهارده، بس معلش قبل ما الناس تخرج، بصوا كده يا شباب، الجروب ده ثواني ثواني ثواني، كونتنت بكره بيتحرق. اه ده ممكن نعمل سكان الكيو ار كود ده، الجروب ده انا يعني عملته مؤخرا. لو حد عايز يدخل فيه علشان يحضر سيشنز، انا ممكن اعملها بعد كده، يعني انا كل ما بعمل سيشن ببعت اللينك على الجروب ده يعني. تمام. فلو في حد عايز يعني يحضر لي تاني نتكلم تاني او كده، ممكن انه ينورني في الجروب ده، بنزل حاجات او بنزل احيانا خواطر كده، اللي هو يعني لو حد مهتم بكده. آه انا او ندى نقدر ان احنا نكمل شوية كمان كأسئلة بس، ولا وقتنا خلص ولا ايه؟ مفيش مشكلة عادي يا باشمهندسة، بس يا شباب هبعت لكم لينك الحضور دلوقتي على الشات، يا ريت كلكم تسجلوا. تمام هو أنا بعته في الشات فخلاص تمام. زي الفل. قبل ما معلش سؤال تاني يا شباب، الكوردينيتورز، هل ممكن نبعت لينك فيدباك في جروب بتاع ديسكورد ولا لأ؟ الكوردينيتورز معايا؟ أنا مش عارفة لو هم معايا ولا لأ، بس عموما لو حد بيتكلم، طيب عموما
لو متاح انه نبعت لينك فيدباك، فانا هبعت لينك فيدباك في الجروب بتاع ديسكورد اللي بينزل عليه الماتيريال. هتلاقوا البرزنتيشن دي مبعوثة فيه، وهتلاقوا لينك الفيدباك. يعني بصوا، انا بالنسبه لي كسلمى، لو في حد استفاد النهارده ولو بكلمه واحده، هتفيدني كتير لو انت كتبت الفيدباك سواء ايجابي او سلبي. انا كده كده مش بحط فيه الاسم، ما بحطش فيه داتا يعني، ولكن انا بحتاج الفيدباك ده جدا. فاكتب فيه براحتك خالص، كتبت بوزيتيف، كتبت نيجاتيف، كتبت سطر، كتبت 10 سطور، كتبت قصيدة، براحتك خالص خالص خالص، لأنه ده اللي أنا بحتاجه في الآخر وبيفيدني. خلاص، هتفيدني كتير. فمن فضلكم أنا هبعت إن شاء الله لينك للفيدباك، يا ريت ندخل نملاه. تمام. طيب، عايزين نعرف عن رواد مصر. بصوا، رواد مصر الرقمية لو كتبنا على جوجل حتى رواد مصر الرقمية، يعني هتلاقوا الموقع بتاع المبادرة بتفتح كل كام شهر، بس مش اكتر. احنا نتابع الاكونت الفيسبوك مثلا، البيج بتاعت الفيسبوك بتاعت المبادرة، ومثلا على لينكد ان برضو نعمل لها فولو. والموقع عندكم يعني رواد مصر الرقمية على الموقع بتاعها على جوجل عادي، وتابعوا بس البيج بتاعته. هتلاقوا ان كل كام شهر كده يقول لك تم مثلا متاح التسجيل دلوقتي لرواد مصر الرقمية الراوند الفلانية. بتقدم، وفي ناس بتتقبل وناس لا، على حسب الاختبارات اللي بايه اللي بتتم يعني. تمام. الفيدباك بتاعتك انت عن المبادرة وانها هتنفع مين اكتر؟ هتنفع كل الناس اللي عايزة تتعلم حاجة وتشتغل فريلانسنج بيها. رواد مصر دي مبادرة لطلاب الجامعات فما فوق، مش اصغر من طلبة الجامعة، يعني مش ثانوي. تمام. ينفع لو انا مش مصري اقدم؟ اعتقد لا، مش متأكدة بصراحة، بس اعتقد لا. طيب، انا معايا، انا زوري بدأ يروح مني، ممكن ناخد سؤالين ثلاثة كده. فممكن MS